اهلا بيكم في حلقه جديده من قصه شياو لين. لو شفت الحلقه اللي فاتت هتلاقي الحلقه الجديده في الدقيقه اللي هتظهر دلوقتي قدامك على الشاشه، ودي الناس اللي جابت كلمه السر صح من الحلقه اللي فاتت. وكلمه سر حلقه النهارده هتكون مخفيه اثناء الفيديو، ما تنساش تكتبها في الكومنتات عشان تظهر في الحلقه اللي جايه. وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب. انا حازم ويلا بينا. يلا بينا. تخيل تصحى فجأة وتلاقي نفسك في مدرسة الغلطة فيها مش بتنقصك درجات، دي بتنقص من عمرك 10 سنين. ده اللي حصل مع بطلنا لين اللي لقى نفسه فجأة في أكاديمية غامضة بتأهل البشر للانتقال لعالم تاني، عالم فيه القوة والسلطة والفلوس وحتى الخلود. لكن الوصول للعالم ده ليه تمن مرعب، كل مرة بيموت فيها أثناء التدريب بيخسر 10 سنين من عمره. والمصيبة الأكبر إن لين حصل على أقل إحصائيات في تاريخ المدرسة كلها، يعني من أول لحظة كان مكتوب عليه الموت. لكن قبل ما اللعبة تخلص بيكتسب لين قدرة خفية ممكن تقلب كل الموازين. فهل هيقدر أضعف طالب في الأكاديمية إنه يتحول لواحد من أخطر الموجودين، ولا عمره هيخلص قبل ما يوصل للعالم التاني؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. بتبدأ قصتنا في مكان مليان بالأشخاص، وبنشوف ولد فاقد الوعي على الأرض، لكنه بيبدأ يفتح عيونه بصعوبة وبيقول في نفسه: روسي، أنا حاسس إن المكان بيلف بيا، إيه الدوشة دي؟ إيه اللي بيحصل؟ وبيفتح عينه بصدمة بعدها وبيقوم يتعدل بسرعة وبيبص حواليه وبيقول في نفسه: إيه المكان ده؟ ومين الناس دول؟ ده مش بيتي بكل تأكيد. هو أنا اتخطفت ولا ده مجرد تخريف أحلام؟ وبيمسك راسه بعدها بتعب، بس فجأة بيفتكر حاجة وبيقول في نفسه: ثواني، أنا افتكرت دلوقتي، دي رسالة. وبيبدأ يعرفنا بنفسه وبيقول: اسمي شياو لين، اتخرجت مؤخرا من الجامعة، وقبل ما أقدم في شغل حقيقي كسبت قوتي من رفع مستويات حسابات الألعاب. وبنشوفه في يوم بعد ما خلص لعبه أبهر الكل بتحكمه وطريقة لعبه المذهلة كالعادة، وبيمسك الموبايل بعدها وبيبدأ يفتكر أبوه لما كان بيهزقه وبيقول له: أنا إزاي اتبليت ولد ملوش أي لازمة زيك. وعشان يثبت لين براءته من وسم الفشل اللي لبسوه فيه قرر يمشي من البيت ويعيش لوحده. وكان عايز يأكد لهم إنه مش نكرة، لكنه لسه معرفش هدفه مش أكتر. بس اللي ما كانش عامل حسابه ساعتها هو إن بعد أيام قليلة من ساعة ما مشي استلم رسالة غريبة في نص الليل، ومجرد ما فتحها خرج من الظرف طاقة غريبة بدأت تحاطه، وظهر له رسالة بتبارك له لأنه اتقبل كطالب تحضيري مستجد في أكاديمية الفجر. وبدأ النظام في التأكد من هوية الطالب، وبدأ بعدها النقل الفوري القسري للمكان الغريب اللي ظهر فيه من البداية. فبيقول لين في نفسه: إذا الرسالة دي هي اللي أخدتني غصب عني للجحيم اللي اسمه أكاديمية الفجر ده، هو ده هزار تقيل ولا إيه؟ وفجأة بيلاقي واحد بيقول له بغضب: أنت صحيت أخيرا؟ إيه الحظ الزفت ده؟ قد إيه حيويتك ضعيفة لدرجة إنك تفضل فاقد الوعي لأكتر من 3 ساعات؟ هو أنت جيت هنا عشان تدخل في بيات شتوي ولا إيه؟ بيبص له لين بصدمة، وبيبدأ باقي الأشخاص الموجودين حواليهم في الانفعال وبيقولوا له: أنت مين؟ وإيه المكان ده؟ ده خطف صريح، خرجونا بسرعة وإلا هنبلغ الشرطة. فبيتعصب الراجل وبيخرج سيفه وبيضربه فوقهم، فبتنبعث منه قوة رهيبة بتعدي من فوقيهم وبتخليهم يسكتوا فورا. وبيقول لهم بغضب: ايه كل الدوشه دي؟ اقفلوا بقكم، احنا ليه بنتبلي دايما بغبي زي ده بين المستجدين؟ هم اللي مسؤولين عن القبول مش بيعملوا حاجه غير انهم بيملوا بطنهم طول اليوم. وبيمسك راسه بغضب وبيقول في نفسه: الازعاج ده شويه الاوغاد دول من قسم القبول. وبيقول لهم بعدها: بما ان في واحد منكم طول في النوم فوقت فصلي الغالي ضاع، وعشان كده هختصر الكلام. ده هو الفصل السابع من السنه الاولى في اكاديميه الفجر، انا معلمكم تشين شوان، انتوا المصطفين، وهنا بيتم فرض تدريبات قاسيه عليكم عشان ترتقوا بقوتكم باستمرار وتثقلوا ارواحكم عشان تفوزوا في نهايه المطاف بحق الدخول للعالم الجديد. بيتفاجئ الموجودين وبيقولوا: العالم الجديد؟ هو الراجل ده مجنون؟ لكنه مش بيهتم وبيكمل: فهنا ممكن تكسبوا القوه والثروه والسطوه، بل وحتى الخلود. فبيتصدم الموجودين من كلامه وبيبداوا في الهمس بينهم، لكن تشين بيقول لهم: كفايه كلام فاضي وخدوا بالكم من بطاقه هويتكم، فاحنا هنبدا في تقييم القدرات الكامنه دلوقتي. بيقول لين في نفسه: لو حسبت نفسي معاهم كده في اكتر من 200 شخص هنا، من المؤكد ان ده مش خطف عادي. وبعدين الجحيم ده موجود فين؟ وهل هقدر ارجع للارض؟ العالم الجديد، اظن ان ده مشروع من مشاريع الاستعمار الفضائي. وبعدين ايه تقييم القدرات الكامنه ده؟ هي دي زي احصائيات الشخصيات في الالعاب؟ وبيبدا التقييم وبنشوف واحد خارج من جهاز التقييم وبيقول له تشين: اجمالي السمات 24. يا ساتر على الحساله، يلا اللي بعده. وبعد لحظات بنشوف واحد ضخم بيحتفل وبيقول: 32 نقطه، اظن ان ده كويس نوعا ما. وبيستمر التقييم وبنشوف تشين وهو منفعل وبيقول: عادي، عادي جدا، مفيش حاجه تشد الانتباه غير مجموعه او مجموعتين من الاحصائيات. انا هعرف الموضوع ده بكل تاكيد للمدير بعدين، لازم قسم القبول يبطل يختار الحساله من سله الزباله. وبينده على اللي بعده واللي بالصدفه كان دور لين، فبيدخل الجهاز وبيفضل واقف شويه لحد ما بيقول في نفسه: هو الموضوع ليه ما خلصش؟ ده الباقيين ما خدوش غير 6 أو 7 ثواني، اما انا ففات دقيقه تقريبا. وبعد لحظات بيخلص التقييم اخيرا وبيتحرك لين بعدها، لكن تشين بيوقفه وبيقول له: اقف مكانك، خلينا نشوف احصائياتك. انك تاخد الوقت ده كله يمكن يكون عندنا جوهره مخفيه ولا حاجه. لكنه بيتصدم لما بيشوف احصائياته وبيقول باشمئزاز: اجمالي السمات 9 نقط. وبيمسك وشه بعدها وبيقول: انا عمري ما قابلت احصائيات وحشه بالشكل ده من ساعه ما دخلت اكاديميه الفجر، دي المره الاولى اللي اشوف فيها حد بيبدا مسيرته بارقام فرديه. انت حقيقي نموذج نادر للفشل الذريع. فبيقول لي في نفسه بغضب: ومين عايز يفضل هنا اصلا؟ لو كنتوا اصحاب قوه فعلا يبقى ابعتوا الفشل ده لبيته. وبيفضل تشين يندب حظه بعدها وبيقول: وانا اللي كنت فاكر ان عندنا طالب موهوب، يا ساتر على خيبه الامل، قد ايه ده ولد فاشل. فبيقول لي في نفسه بغضب: حساله، 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 من صغري لحد ما كبرت وفي كل مكان بروحه
فضل لقب الحسالة ملازمني، معقول اني عاجز على الهروب من الوسم ده حتى في جحيم زي ده؟ وفي الوقت ده بيخرج تشين قطعة حديدية وبيقول له باحصائيات زي احصائياتك خد الاختبار بقى مجرد حكم بالاعدام، وان اديلك بطاقة الهوية دي عبارة عن هدر صريح. لكن قبل ما يكمل بيروح لين يشد منه البطاقة بسرعة وبيجري بعيد وبيقول له كوني حسالة من عدمه مش هيحدده مجرد رقم بائس، ومهما كان اللي هتقوله فانا هاخد التجربة بنفسي. بيبتسم تشين وبيقول له عنيد جدا مش كده؟ ماشي، يبقى انا هستنى واشوف ازاي الحقيقة المرة هتضربك. اياك بس تعيط من الخوف اثناء الاختبار. بترفع بنت ايدها بعدها وبتقول له ايه قصدك بطالب موهوب اللي قلتها من شويه؟ وبيقول لها تشين الاشخاص المحظوظين اللي السما باركتهم وعندهم ضمانه كبرى للنجاه في العالم الجديد اتكتب عليهم انهم يكونوا من الاقوياء، اما بقيتكم لازم تركزوا كل مجهودكم على اجتياز اختبار القبول الاول. فبتقول له بنت تانية انت قلت من شويه اننا هنكسب ثروه وسلطه تفوق الخيال في الاكاديميه دي، انا عايز اعرف ايه الثمن اللي هنبذله في المقابل. بيقول لها تشين اسمك ايه؟ اوجو شياو يوي. انت حصلتي على اعلى سمات مبدئيه بين الكل، لكن للاسف فانت ما عندكيش موهبه خاصه، ورغم ده هجاوب على سؤالك. في الاكاديميه دي الارصده ونقط التبادل هي العمله السائده، ومن خلالها بتقيدي كل حاجه نفسك فيها. بتهز شياو راسها وبتقول له فهمت. وبيقول لين في نفسه تشين كلمها بكل لباقه، من الواضح انه بيعلق عليها امال كبيره. بيقول تشين للكل بعدها اللي عايز يشوف حالته ينطق في سره تفقد السمات. فبيقول لين تفقد السمات، وبتظهر شاشه الحلقه قصاده ساعتها وبيلاقي مكتوب فيها كل معلومات عنه، انه عمره 23 وعمره الافتراضي 83، يعني باقي من عمره 60 سنه. لكن في تحذير بان كل موته بتاخد 10 سنين من عمره بشكل تلقائي وهيهلك للابد مجرد ما عمره يوصل للصفر. فبيقول في نفسه بصدمه بتاخد من العمر. وبيبدا الطلاب في الصراخ ساعتها، وبيقول واحد منهم انت بتهزر معايا؟ مش باقي غير 9 سنين من عمري؟ هل ده معناه اني لو اتقتلت مره واحده هموت للابد؟ لا اكيد ده كله كذب، ازاي بيقدروا يحسبوا العمر اصلا؟ وفجاه بيوصل اشعار مخصوص للين بيبلغوا ان في تقلبات شاذه اترصدت وحررت موهبه خفيه. فبيقوم مصدوم وبيقول في نفسه موهبه خفيه عنده حسالة زي؟ وبيبدا يلف حواليه بعدها وبيكمل في نفسه مفيش اي ردة فعل، انا الوحيد اللي النداء ده وصل له ولا ايه؟ وبيجي له اشعار بعدها بان اسم الموهبه ومستواها مش موجودين في قاعده البيانات، لكن تحليل الموهبه بيوضح ان قدره الطالب على التعلم زادت بشده، ومن تاثيرها المخفي ان فعاليه تعلم كل المهارات زادت 100%. اما تاثيرها النشط بيديله فرصه واحده لاستنساخ اي قدره بتعادل تصنيف اف وبيدوم التاثير 3 دقائق، لكن القدره دي مش هيقدر يستخدمها غير مره كل 7 ايام. ومع كل ارتقاء في مستوى الموهبه بتزيد احصائيات التاثيرات، وبتظهر له رساله تانية مكتوب فيها بما ان الموهبه دي ما كانتش موجوده قبل كده، وحسب القواعد بيتم منح الملك الاول للموهبه الجديده حق تسميتها، وبيطلب منه النظام انه يسميها. فبيقول لين في نفسه بتفكير سرعه التعلم والقدره على الاستنساخ، يا ترى اسميها ايه؟ بس فجاه بيقول مش مهم، انا هخليها بسيطه ومباشره، المعجزه الاكاديميه، خليها تبقى المعجزه الاكاديميه. وبعد ما بيسميها بيتم تقييم تصنيف الموهبه وبيظهر انها موهبه بمرتبه اس اس. فبيتصدم لين وبيبص على تشين بسرعه وبيقول في نفسه اثناء الفحص قبل كده فشلت سلطة تشين في اكتشاف وجود المعجزة الأكاديمية. وبيبتسم بحماس وبيكمل في نفسه موهبة بمرتبة اس اس، أظن إن دي هتكون ورقتي الرابحة الكبرى للنجاة. وأثناء ما كان لين مشغول في موهبته الخفية كان باقي الطلاب بيعترضوا على مسألة العمر، وبالذات الولد اللي كان باقي له 9 سنين بس، وده معناه إن موتة واحدة بس هتخلص عليه في نفس اللحظة للأبد. وعشان كده بيقول لتشين بانفعال هو أنت شايف إن دي مش مشكلة؟ لكن تشين بيضربه على راسه بغضب وبيقول له أما أنتوا شوية أغبياء، أيوة مش باقي غير 9 سنين وموتة واحدة كفيلة إنها تمحي عمرك كله وهتموت فورا. طبعا انتوا فاكرين انكم وقعتوا ضحيه خدعه مش كده؟ يخرب بيت غبائكم، انتوا كسبتوا كنز غالي، ففي العالم الخارجي اعماركم بتقل سنه ورا الثانيه، ولو تعرضتوا لخطر ومميت وهلكتوا ساعتها الموضوع هيكون خلص وهتموتوا بجد. اما هنا فالعمر مورد، ده عمله، فانجازكم للمهام وحصادكم لنقط التبادل وارتقائكم بقوتكم كل ده بيديكوا عمر زياده، فهمتوا؟ وبيكمل بعدها فالاكاديميه دي بتمهد لكم الطريق لتغيير اقداركم، كسب القوه والمعرفه والثروه وامتداد العمر، طالما عندك رصيد ونقط تبادل كفايه فالخلود مش بعيد المنال. بتقول له شياو يوي هل القاعده دي شغاله جوه الاكاديميه بس ولا شغاله في كل مكان؟ بيقول لها تشين من اللحظه اللي هتبقوا فيها طلاب هنا القانون بيشتغل عليكم بشكل تلقائي، وطول ما انتوا على قيد الحياه على الارض فالموضوع بيتطبق عليكم. وبيقول بعدها كفايه كلام لحد هنا، امتحان القبول هيبدا دلوقتي، كل واحد فيكم يفضل مكانه واياكم تتحركوا. وبيظهر صوت حواليهم بيقول يتم تجهيز النقل الاني، بدء العد التنازلي 3 2 1. وفجاه بيختفي كل الطلاب من الساحه ساعتها، وبيقول تشين بغضب اللعنه، الفوق ده من المستجدين ما فيهوش اي طالب موهوب، اظن اني مش هقدر اخد تقييم كويس بصفتي معلم، ايه الحظ الوحش ده؟ وفجاه بيسمع حد بيضحك من بعيد وبيظهر راجل بعدها وبيقول له يا تشين العجوز، خليني اقول لك ان الفصل الثالث خرج طالبين موهوبين، واحد منهم بتصنيف A والتاني بتصنيف B، ايه اخبار الامور في ساحتك؟ بيتضايق تشين وبيقول له فصلي عنده عبقري تتجاوز سماته المبدئيه ل 40 نقطه. فبيحط الراجل التاني ايده على كتفه وبيقول له ايه الفايده من علو السمات؟ الاساس كله على الموهبه، فانا سمعت ان امه النسر حصلت على مستجد صاحب موهبه بتصنيف اس اس السنه اللي فاتت. بيتضايق تشين ساعتها وبيبعد ايده عن كتفه وبيقول له الكلام الفاضي ده اتنفى من زمان، فقاعده البيانات المركزيه خاليه من اي سجل ليه، وده بيدل على ان مواهب تصنيف اس اس مفيش وجود ليها في العالم ده اصلا، وحتى لو اتكلمنا عن مواهب تصنيف اس فانت ممكن تعد اصحابها في العالم كله على صوابع الايد الواحده. وبنروح بعدها لاعماق وكر الغيلان
وبنشوف الطلاب اتنقلوا هناك عشان الامتحان، لكن كلهم كانوا متضايقين من الريحة الوحشة. وبيبص لين على شاشة النظام ساعتها وبيلاقي إن في مهمة إلزامية، وهي الهروب من الغابة والوصول للمنطقة الآمنة في خلال ساعة واحدة. وفي مهمتين اختياريين، الأولى هي القضاء على 5 غيلان، والتانية هي القضاء على ملك الغيلان. مكافأة المهمة الإلزامية عبارة عن 10 أرصدة و100 نقطة تبادل، ومكافأة المهمة الاختيارية الأولى 10 أرصدة و200 نقطة تبادل. أما مكافأة المهمة الاختيارية التانية عبارة عن 20 رصيد إضافي و500 نقطة تبادل، وبتوصل له حزمة الرعاية الحصرية للطلاب المستجدين بعدها، واللي بيكون جواها سلاح عشوائي واحد. وأخيرا بيوصل إشعار من النظام بيبلغ كل الطلاب إن الامتحان ده ما فيهوش أي عقوبة للموت. فبيصرخوا كلهم بسعادة وبيقولوا أيوة، مش هياخدوا من أعمارنا، حظنا حلو. وبيفتح لين حزمة الرعاية بعدها وبيكسب عصاية المبتدئين السحرية، واللي كانت من التصنيف اف، ومعاها مهارة مرفقة وهي كرة الطاقة، لكنها بتستهلك من القوة الذهنية. فبيمسك لين العصاية وبيبص لها بتفحص وبيقول في نفسه مهارات ونقط خبرة، ده شبه الألعاب اللي كنت بدخلها. وبيبتسم بعدها وبيقول طب لو الموضوع بالشكل ده، وبيمسك العصاية وبيضرب بيها بعدها، فبتزيد نقط خبرة إتقان العصاية الأساسية نقطتين. وبيحس لين بالسعادة ساعتها وبيقول في نفسه استخدام السلاح لوحده بيديني نقط خبرة، وأنا معايا التعزيز الكامل من موهبتي المعجزة الأكاديمية ذات التصنيف اس اس، وده معناه إن مهارتي هترتقي بضعف سرعة الباقيين. بس فجأة بيحس بوجع شديد في راسه وبيقول في نفسه سماتي قليلة جدا ومخزون المانع عندي قليل، حتى إني على وشك العجز عن رمي أي تعويذة. وبيسمع بعدها الولد الضخم بيضحك جنبه وبيقول أنا حررت إتقان السيف التقيل الأساسي، فكل تلويحة بتديني نقطة خبرة واحدة. فبيقول لين في نفسه إذا استخدام السلاح المناسب كفيل بتحرير المهارات، ولو كان التلويح العشوائي بيزود من نقط الخبرة كنا هنقدر نقعد هنا ونجمع المستويات قبل الانطلاق لإنجاز المهمة، لكن التلويح الأعمى مجرد عبث، ولابد من الوصول لمعيار معين عشان نحقق نقط خبرة فعلا. وبالنسبة للإنسان العادي فاستنزاف القدرة على التحمل هايل، وهدف الحد الزمني للمهمة هو اللي منعنا من التخييم هنا لتجميع المستويات. وعشان كده فأنا محتاج أبدل سلاحي بواحد تاني من النوع الجسدي عشان أزود من استفادتي من ميزة ارتقاء المستويات. ومجرد ما بيفكر في الموضوع بيلاقي شياو يوي بتنده عليه وبتقول له هل عايز تبدل الأسلحة؟ فأنا ما دخلتش ألعاب كتير، لكني عارفة إن رمي التعويذ محتاج لمورد من نوع معين، وسواء كان قوة ذهنية أو مانا فالأغلب إنه مرتبط بسمة الذكاء اللي خضعنا لتقييمها قبل كده، وأظن إن السلاح اللي معاك هيناسبني أكتر، ده غير إني شايفة إنك مناسب تماما عشان تشيل السيف ده. فبيقول لها لين أنت جو شياو يوي مش كده؟ أنا شياو لين. بتقول له شياو يوي ماشي يا شياو لين، هل أنت مستعد للمقايضة معايا؟ فبيمد العصاية ناحيتها فورا وبيقول لها أكيد، ده غير إني بنبهك إن رمي التعويذ بالعصاية دي ناقصها جزء من الدقة، وعشان كده خدي بالك واحرصي على التصويب بذكاء. وبياخد السيف بعدها وبيبدأ يلوح بيه. فبيقول في نفسه أيوه، أنا حاسس براحة كبيرة وأنا ماسكه. وبيبص ناحية شاو يوي مرة تانية وبيكمل في نفسه ولو كنت عايز أعدي من الامتحان بيسر فأنا محتاج ألاقي رفيق للصيد، وعشان كده بينده عليها وبيقول لها هل عايزة تنضمي لها؟ لكن قبل ما يكمل فجأة الولد الضخم بيقطعه وبيروح يقف قصاده وبيقول لها يا جميلة تحبي نشتغل مع بعض؟ فأنا سمعت إن عندك أعلى السمات في فصلنا، انضمي ليا، فقوتي وحيويتي ورشاقتي كلها بتتجاوز ال10 نقط. وبيشاور على لين بعدها وبيكمل ومقارنة بالولد الوسيم ده مش شايفة إني أنا وانج ذا لين أقدر بالثقة؟ لو شكلنا فريق ساعتها هنقفل صفحة الامتحان بنجاح مؤكد. بيتضايق لين ساعتها وبيقول في نفسه وايه المشكله في علو سماته؟ اما شياو يوي فبتبص له بسكوت وبتلف بكل عجرفه وبتقول له لا مش مهتمه. فبيضحك واحد من الطلاب عليه وبيقول له ده اترفض، لكن زميلته بتقول له يوطي صوته بسرعه قبل ما وانج يسمعه. ومن كتر الاحراج والغضب بيبدا وانج يلف حواليه لحد ما بيبص على لين فجاه. فبيستغرب لين ساعتها وفجاه بيلاقي وانج جاي عليه فورا وبيضربه وبيقول له انت بتبص على ايه؟ مجرد رؤيه حسالة صاحب سمات فرديه مخليني حاسس بالغضب، فانت مجرد عبء تقيل ومع ذلك بتتظاهر بانك بتشوف السلاح. هو انت فاهم اصلا ايه اللي انت بتبص عليه؟ بيقول له لين اجتياز الامتحان ده من عدمه مرهون بقدراتنا الذاتيه الخالصه، وبدل ما تعمل خناقات هنا الافضل انك تحافظ على طاقه تحملك للمهمه. بيمسكه وانج من هدومه بغضب وبيقول له قدراتنا الذاتيه؟ انا هوري لك دلوقتي حقيقه قدرتي بالوصف الدقيق. لكن لين بيبتسم ساعتها وبيقول له اظن ان مش هيكون عندك الفرصه دي. بس وانج مش بيفهم قصده، وده لانه مش بياخد باله ان في وحش غول ظهر وراه فجاه وبيهجم عليه. فبيتصاب وانج في وشه وبيبدا يتعصب ساعتها وبيحاول الغول يهجم عليه مره تانية، لكن وانج بيخلص عليه المره دي قبل ما يصيبه وبيقول بغضب اللعنه، انا كنت هموت دلوقتي. بيبص بعدها على لين وبيقول له بغضب ايها الوغد الصغير، هو انت كنت مستني تشوفني بتحول لاضحوكه؟ هو حته غول حقير هيفتكر نفسه قادر على الهجوم عليا على غفله؟ وفجاه بيلاحظ حاجه غريبه وراه وهو بيتكلم وبيبص عليها بطرف عينه. فبيظهر ساعتها مجموعه كبيره من الغيلان وبيصرخ الطلاب بخوف شديد مجرد ما بيشوفوهم، وبيبداوا يضربوهم ويهجموا عليهم بشكل عشوائي اول ما بيقربوا علشان يبعدوهم عنهم. وبيتصاب بعض الطلاب من الغيلان وبيموتوا ساعتها. اما لين فبيمسك السيف وبيقول في نفسه الريحه، الالم، الاحساس الجسدي، باستثناء ان البيئه عباره عن بيانات افتراضيه، الا ان كل الاحاسيس الجسديه حقيقيه تماما. فانا كنت ساذج، الموضوع مش مجرد لعبه. فالانسان العادي اللي ما عندوش اي خبره عباره عن مجرد حمل مستني الذبح حتى لو مسك السلاح بايده. وبيصرخ واحد من الطلاب ساعتها وبيقول بصوا، من الواضح ان الغيلان دي مش بتهاجم اللي جوه الكهف، احموا نفسكم هناك بسرعه. فبيجري كل الطلاب على الكهف فعلا. وبيقول لين في نفسه في الوقت الحالي دخول الكهف يعتبر امن نسبيا، ده غير ان الوقت الباقي لحمايه الكهف كان 29 دقيقه و38 ثانيه، يعني الامان مش هيدوم للابد. لكنه بيقول في نفسه
انت مالك نفسك وبص على الموقف بالراحه، مهما كانت الظروف فانا مش هقدر افضل هنا استنى موتي. وبيدخل الكهف بعدها وبيبدا يلوح بالسيف، فبيلاقي ان نقطه خبره اتقان السيف زادت 2، وبيقول في نفسه ساعتها زي ما توقعت بالظبط، نقط الخبره مش بتكسبها غير لو كان وضعك صحيح وسددت ضربتك بقوه كافيه. سماتي هي 2 للقوه و3 للحيويه، انا في القاع تماما، وعشان كده لازم تكون كل ضربه محكمه. وقبل ما القتال الحقيقي يبدا فانا محتاج اتعود على سلاحي على قد ما اقدر عشان اجمع نقط الخبره. وبيعدي الوقت لحد ما بيكون باقي 2.5 على وقت حمايه الكهف، فبيبدا الطلاب يحسوا بالقلق وبيقولوا انت بتهزر معانا، هو الكهف ده هيبقى مش امن كمان؟ وبيقول واحد بصدمه انجاز المهمه مجرد شيء مستحيل. وبيرد التاني والاسلحه بعيده المدى بتعجز عن اصابه اي حد، وبدلا من ده فالوحوش دي فائقه السرعه. وبينما الكل حاسس بالتوتر كانت شياو يوي هاديه وبتراقب الوضع بصمت، وبتبص ساعتها على لين اللي كان مستمر في التدريب بالسيف طول الوقت ده، فبتقول له كل اللي بتعمله مجرد عبث ملوش لازمه، فحسب الحسابات اللي عملتها الارتقاء بمهاره للمستوى الثاني بالكفاءه المعتاده محتاج ساعه على الاقل، والحد الزمني المهمه مش بيدينا رفاهيه البحث عن طرق مختصره. فبيقول لين في نفسه دي ذكيه جدا، ايوه هي عندها حق، فعلى حسب تقديراتي الوصول للمستوى الثاني هيحتاج ساعه بالفعل، ده غير ان بفضل تعزيز المعجزه الاكاديميه فانا دلوقتي باقي لي نقطتين على الوصول للمستوى الثاني من اتقان السيف القصير. وبيقول لشياو يوي بعدها شكرا على التنبيه، لكني بستشعر السلاح بس، قدرتي توصلي لحاجه من مراقبتك للغيلان دي؟ فبتقول له شياو يوي بدهشه انت كنت عارف اني براقبهم؟ بيقول لها لين الموضوع زي اللعبه بالظبط، شوف الدليل دايما قبل استدراج الوحوش. لكن شياو يوي بتقول له انا مش بلعب الالعاب. فبيرد لين فهمت، وبيسكت شويه بعدها وبيقول لها ماشي، بناء على ملاحظاتي هجمات الغيلان دي دفاعاتها ضعيفه جدا وبتعادل التصنيف اف تقريبا، دفاعهم ضعيف ونقط ضعفهم موجوده في مؤخره رؤوسهم وقلوبهم، وطالما قدرتي تتغلبي على خوفك مواجهتهم وش لوش مش هتكون صعبه. وبيكمل بعدها ايوه المهمه دي مش صعبه في الواقع، لكن الرعب سيطر على الكل وبس، بس لو شجاعه القتال ضاعت منكم ساعتها هتضيعوا اي فرصه للفوز. فبتقوم شياو يوي تمشي وبتقول له مفيش وقت باقي لحمايه الكهف غير دقيقتين، جه الوقت للخروج. وبيمشي لين معاها وبيقول لها ايوه عشان كده ما ينفعش نفكر في الهروب وبس. بس فجاه بيقف وانج في طريقهم وبيقول لهم بغضب ثواني انتوا رايحين فين؟ وبينده على شياو يوي بعدها وبيقول لها انضمي لي، فبسماتنا ممكن نشق طريقنا ناحيه الطريق المنشود بكل تاكيد. وبيبص على لين بعدها وبيكمل واننا ناخد العبء ده معناه مجرد سعي ناحيه الهلاك. لكن شياو يوي بتقول له الوصول للمنطقه الامنه المطلوبه مش موضوع صعب، اما التحدي الحقيقي والجائزه الكبرى موجودين في ملك الغيلان. بيصرخ وانج فيها بغضب وبيقول لها ملك الغيلان مجرد مهمه اختياريه، وفوق كل ده مفيش اي اثار على ظهور الوغد ده لحد دلوقتي، وبعدين احنا ممكن نفشل حتى في الوصول للحد الادنى للنجاه، ومع ذلك فانت بتفكري في انجاز مهمه مخفيه. بيتدخل لين ساعتها وبيقول له بما ان المهمه موجوده يبقى ده بياكد انها مش مستحيله، وعدم ظهوره معناه ان في اليه لتحفيزه، ممكن تكون الوقت او عدد الطلاب الباقيين او عدد الغيلان المقتوله. فبتقول شياو يوي ممكن نستبعد الوقت، فالاكاديميه مش هتدينا كام دقيقه بس عشان نخلص على زعيم، وممكن كمان نستبعد عدد الطلاب الباقيين نظرا لان عددهم قليل بالفعل، والمحفز في الغالب هو عدد القتلى. فبيقول لين انا بخمن ان اباده نسبه محدده من الغيلان هيجبر الزعيم على الظهور. وبتتدخل بنت التانية ساعتها وبتقول بخوف استنوا ثانيه، هو احنا مش محتاجين نخلص المهمه الالزاميه وبس؟ ليه لازم نواجه الزعيم؟ الغيلان بره مرعبه بما فيه الكفايه ومفيش اي حد يعرف مدى قوه ملك الغيلان. فبيقول لهم لين لان الامتحان ده ما فيهوش اي عقوبه للفشل، وعلى الجانب التاني فمكافآت النجاح فيه هايله، ومجرد الهروب هيكون تضييع عظيم للفرصه. هو انتوا فاكرين فعلا ان هيكون عندنا فرصه تانية ما فيهاش اي مخاطر وعوائدها مجزيه عشان نجمع الارصده بعد انضمامنا رسميا؟ وبما ان عندنا فرصه لجني ارصده ونقط تبادل اضافيه يبقى ليه ما نبذلش جهدنا ونحاول؟ فبتقول البنت اللي كانت خايفه ده منطق سليم. وبيتحمس واحد من الطلاب وبيقول احنا مش هنموت على اي حال، يبقى ليه ما نخاطرش؟ وبيقول ولد تاني احنا ما عندناش اي اختيار اصلا، فالكهف على وشك انه يكون غير امن. فبيتعصب وانج وبيقول لهم انتوا ناويين تسمعوا كلام الضعيف ده؟ افتحوا عيونكم واسمعوا كويس. يعني ايه افتحوا عيونكم واسمعوا كويس؟ انت يعني رخم وغبي كمان. المهم يعني مين اللي هيتحمل عبئكم بجد؟ سماتي المبدئيه 32. فبتقول له شياو يوي 32 نقطه يا دوب تتفوق على الشخص العادي. بيرد وانج بغضب وانت بقى سماتك قد ايه على كده؟ فبتقول له بكل هدوء 46 نقطه، وبتمد العصايه ناحيته بعدها وبتقول له دلوقتي ممكن تكرمنا بسكوتك. بيتفاجئ لين وبيقول في نفسه 46 نقطه ده يتفوق على سماتي 5 اضعاف. وبتقول لهم شياو يوي بعدها اللي عايز يعدي الامتحان ده ويكسب المكافآت الاضافيه لازم يسمع اوامري من هنا ورايح، فبالتعاون لوحده ممكن ننجز مهامنا باقصى قدر من الكفاءه. وبتبص لوانج بعدها وبتقول له انت عندك سمات عاليه وعشان كده هتتولى دور المدافع وتجذب اعداء الغيلان في الطليعه. فبيقول لها وانج ماشي. بتكمل شياو يوي ومحاربين المدى البعيد هيقدموا الدعم من ورا، اتنظموا في تشكيلات بسيطه من 3 افراد عشان يغطي كل واحد فيكم على التاني لانجاز مهام القتل، وسعوا لحصد ارواح اكبر عدد ممكن من الغيلان. وبتبص بعدها على لين وبتقول اما شياو لين لكنه بيقطعها وبيقول لها انا هتولى موضوع التجوال واني اعمل دوشه وههجم على اي غول ضعيف بيحاول يهرب. وبيقول في نفسه سماتي قليله جدا ولو عايز انجز مهمه القتل يبقى لازم اتجنب المواجهه المباشره على قد ما اقدر. بيبداوا يخرجوا من الكهف بعدها وبيهجم وانج على اول غول زي ما شياو يوي امرته، وبيبدا باقي الطلاب في الهجوم على باقي الغيلان عن بعد. بس فجاه بيهجم واحد من الغيلان على بنت منهم، فبتحس البنت بالخوف ومش بتقدر تتصرف، لكن لين بيستغل فرصه انشغال الغول وبيهجم عليه من ظهره وبيخلص عليه. بتشكره البنت ساعتها وبيقول لين في نفسه ايوه هو ده،
إياكل الالتحام المباشر، حافظ على طاقتك وتربص لهم عشان تسدد الضربة القاضية. وبيستمر بالشكل ده لحد ما بيخلص على 4 غيلان. وبيبص الطلاب عليه بدهشة ساعتها، وبيقول واحد في نفسه الولد ده صاحب السمات الفردية، هو مش واضح إنه بيضرب دايما لما الوحوش بتكون في أشد حالات ضعفها. وبيقول وانج في نفسه بغضب ده محظوظ مش أكتر، فهو بيسرق عمليات القتل في كل مرة. أما شياو يوي فبتقول في نفسها ده مش مجرد حظ، من الواضح إنه بيتوارى عن أنظار الغيلان من قبلها، بل وبيتنبأ بحركتها. وبتزيد نقط خبرة إتقان السيف القصير الخاصة بلين ساعتها 6 نقط، وبيزيد مستواها للمستوى التاني. فبيقول في نفسه الحمد لله إني دخلت لعبة واقع افتراضي وقضيت شهرين في طحن مستوياتها، وإلا ما كنتش هقدر أسدد الضربات القاضية بالدقة دي. وبيوصل له إشعار من النظام ساعتها بيبلغه إن مسح قاعدة البيانات اكتمل، وهو أول طالب تحضيري مستجد في الفوج ده يوصل للمستوى التاني في مهارة ما. وبالعمل بسياسة مكافآت المستجدين في الأكاديمية هيكسب مهارة مناسبة مع قدراته الحالية مجانا، وبيكسب ساعتها مهارة القطع العنيف واللي بتحتاج سلاح جسدي للالتحام، وبيقدر من خلالها يسدد ضربة قوية بعد تجميع القوة لشوية وقت. وبتزيد القوة بشكل طردي مع سمة القوة الحالية، لكن الاستخدام المتتالي للمهارة دي بيزود من استنزاف القدرة على التحمل، وعشان كده بينصحوا النظام إنه ياخد فترة استراحة ما تقلش عن دقيقة بين كل استخدام. فبيقول لين بسعادة مستواي اترقى وكسبت مهارة جديدة كمان، وفوق كل ده فأنا مش محتاج غير غول واحد بس عشان أنجز المهمة الاختيارية الأولى. وفجأة بيلاقي غول بيقع قصاده في نفس اللحظة، فبيغرز السيف فيه وبيخلص عليه، وبالشكل ده بيقتل 5 غيلان وبينجز المهمة الاختيارية الأولى. ومجرد ما ده بيحصل فجأة بتبدأ الغيلان في الاختفاء من حواليهم، وبيتعصب وانج ساعتها وبيقول بغضب إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ بيسمعوا صوت بعدها بيقول أعداد الغيلان قلت بمقدار التلت واستوفيت الشروط المخفية، ودلوقتي هيتم تفعيل الزعيم. وفجأة بيظهر وحش ضخم قصادهم واللي كان ملك الغيلان، ومجرد ما بيظهر بيبدأ يصرخ فيهم وبتخرج منه موجة شديدة. فبيمسك الطلاب راسهم بسرعة وبيقولوا بتعب الموجة الصادمة دي طبلت ودني على وشك إنها تتخرم، ده زعيم الزنزانة ملك الغيلان. وبيقول لين في نفسه باقي الغيلان اختفت عن الأنظار. وبيبدأ الطلاب في التوتر وبيقولوا بخوف هما بيهزروا معانا، ده شريط نقط حياته أطول من عمري، إزاي ممكن نواجه وحش زي ده كده؟ وفجأة بيجري واحد منهم وبيقول بخوف أنا منسحب، قتلوا بنفسكم. فبيصرخ لين فيه بسرعة وبيقول له إياك تهرب، لكن الولد مش بيسمع كلامه وبيتحرك بالفعل. فبيبص لين على ملك الغيلان وبيقول اللعنة، الغيلان معروفة بصفة محددة فمجال رؤيتها ضيق، ده غير إن حاسة الشم والسمع عندهم حادة جدا. وفي اللحظة دي بيلف الغول ناحية الولد اللي بيهرب بسرعة، وبيكمل لين في نفسه وحركات الولد ده هتشد عداوة ملك الغيلان كلها. وفي اللحظة دي بيصرخ وانج بغضب وبيقول اللعنة، هو انتوا بتترعشوا من الخوف كده ليه؟ عددنا أكبر منه وهنخلص عليه بكترتنا. وبيمسك سيفه الضخم وبينطلق للهجوم على الزعيم بعدها وهو بيقول له خد دي أيها المسخ الضخم. قبل ما أقلب الصفحة أتمنى إن أنت تكون مت الصراحة. المهم لكن ملك الغيلان بيضربه بإيده بمجرد ما بيقرب منه، فبيطيره وبيوقعه على الأرض، وبيبدأ وانج يختفي ساعتها لأنه بيموت من الضربة. يس. المهم ومجرد ما ده بيحصل بيبدأ باقي الطلاب في الهروب بحياتهم، وبيقولوا برعب وانج ده لين وقع بضربة واحدة، خلينا نمشي من هنا. لكن الغول بيبدأ يخلص عليهم مجرد ما بيتحركوا، وبتتصاب شياو يوي من هجومه كمان وبتقع على الأرض بضعف. فبتهجم عليه في رجله وبتقوم تهرب بسرعة، لكنها بتلف تبص على شريط نقط حياته وهي بتهرب وبتقول يا ربي أنا غلطت، إصابة الأطراف بتقلل من الضرر، أنا محتاجة أصوب ناحية أعضائه الحيوية، وحسب خطتي الأولية كان الباقيين هيجذبوا أعداء ملك الغيلان، بينما أنا ومحاربين المدى البعيد بنسدد ضرر متواصل من وراه. وطول ما كلنا متعاونين كنا خلصنا على الزعيم قبل ما قوتنا الذهنية تخلص. أما دلوقتي تشكيلنا انهار كليا، من الواضح إن خطتي كانت مثالية بشكل مفرط. وفجأة بتفضل واقفة قصاد ملك الغيلان بصدمة من غير ما تتحرك، فبياخد باله منها وبيستعد للهجوم عليها، لكن لين بيتدخل ساعتها وبيقول لها أنت مجنونة، اهربي بحياتك. وبيهجم على الملك بالسيف بتاعه وبيصيبه في راسه بعدها، فبيصب الملك انتباهه عليه وبيهجم عليه بالعصاية بتاعته، لكن لين بيتفادى الهجوم وبيبعد عنه بسرعة. وبيقول في نفسه أنا كنت براقبه طول الوقت ده واكتشفت إن نمط هجوم ملك الغيلان إنه بيفضل الهدف الأقرب ليه. وبينده بعدها على البنت مستخدمة القوس والسهم اللي كانت مستخبية بعيد ورا الشجرة وبيقول لها باقي الغيلان اختفت عن الأنظار، ودلوقتي مفيش قصادنا غير إننا نواجه ملك الغيلان، إياكي تحسي بالخوف، قربي المسافة وروغيه عشان نخلق ثغرة بسيطة. فبتقول له البنت بتوتر حاضر هحاول. بينده بعدها على شياو يوي وبيقول لها قوة هجومك عالية، حاولي تحيلي الفرصة عشان استنزف صحته. بتقول له شياو يوي حاضر، وبتبدأ تهجم عليه بعدها هي والبنت التانية بالسهام أو الهجمات السحرية بعيدة المدى، وبالفعل بتبدأ هجماتهم في النجاح وبتقع العصاية من إيد الغول. فبيقول لهم لين استمروا بالشكل ده. بس فجأة ملك الغيلان بيصرخ بغضب وبيضرب الأرض بعدها، فبتفقد رمية السهام توازنها وبيمد لين إيده عشان يساعدها، لكنها بتتصاب بحجر من الأحجار اللي اتكسرت من الأرض وبتموت. وبيقف لين وشياو يوي قصاد الملك لوحدهم ساعتها، فبتبص شياو يوي ناحية بطلنا وهي مبتسمة وبتقول له كده ما تبقاش غيرنا، هل في أي فرصة لينا للفوز؟ فبياخد لين نفسه وبيقول لها باقي قد إيه من شريط المنى بتاعك؟ استني قصدي باقي قد إيه من قوتك الذهنية وكافية لإطلاق كام كرة طاقة؟ بتبص شياو على العصاية وبتقول له مرتين على أقصى تقدير. فبيقول لها لين ده كفاية، فإصابة الراس بتسبب ضرر حرج وانت مش محتاجه غير انك تسددي ضربه واحده محكمه لراسه. لكنها بتقول له بس سرعته كبيره ودقه تصويبه مش عاليه بما فيه الكفايه. بيقاطعها لين وهو بيبتسم بثقه وبيقول سرعته عاليه، طب خلاص هأيده مكانه. وبيفعل مهاره المعجزه الاكاديميه بعدها، فبيرصد مهاره الموجه الصادمه اللي بتسبب ضرر تصادمي لكل الاهداف ضمن نطاق 5 متر.
وبتوقع عليهم تأثير صعق بيدوم 3 ثواني، وفترة تبريد المهارة أو الفترة اللي محتاجاها علشان يفعلها مرة تانية عبارة عن 30 ثانية. فبينطلق ليه ناحية الغول وهو بيقول في نفسه: زمان في الماضي كانت موهبتي ملهاش لازمة تماما، والكل كان بيقول إني فاشل أو حسالة، أما دلوقتي فدي هي ساحة معركتي. وبينسخ ساعتها مهارة الموجة الصادمة وبينطلق للهجوم على ملك الغيلان. وبنشوف لين وهو بيستعد لتنفيذ خطته للقضاء على ملك الغيلان، وبينطلق للهجوم عليه وهو بيقول في نفسه: أهو جاي، هيطلق موجة صادمة. الصعلوك ده بيضرب الأرض عشان يعمل موجة صادمة، لكن نسختي من المهارة بتتفعل وقت اصطدام السلاح، وبالنظر لفرق طولنا فتحضير مهارتي هيكون أسرع منه من غير أدنى شك. وبيبدأ يفعل نسخة مهارة الموجة الصادمة بعدها، وبيضرب إيد الغول بالسيف قبل ما الغول يضرب الأرض. وبيقول في نفسه: بما إنها مهارة يبقى من السهل كبحها. ومجرد ما بيضربه بيفضل ملك الغيلان متسمر مكانه شوية وواقف بصدمة. وبيقول لين في نفسه: كان عندي حق، لكن مش هقدر استخدم الموجة الصادمة أكتر من مرة ورا بعض، ولازم استنى لحد ما فترة التبريد اللي مدتها 30 ثانية تخلص. وبيبدأ الملك يتحرك ساعتها بالرغم إن لسه باقي 22 ثانية كمان، وبيحاول يمسك لين، لكن شياو يوي بتهجم عليه بالعصاية السحرية وبتقول للين بتعب: أنا ما بقتش قادر أصمد أكتر، كده مش باقي عندي غير ضربة واحدة. وبتقول في نفسها بدهشة: هو كبح مهارة ملك الغيلان، إزاي قدر يعمل ده بسماته؟ وبعد ثواني بيمسك ملك الغيلان حجر ضخم من جنبهم وبيستعد للهجوم على لين بغضب. بس المشكلة إن كان لسه باقي 16 ثانية على نهاية فترة تبريد نسخة المهارة، وبيقرب ملك الغيلان من لين بسرعة كبيرة. فبيقول لين في نفسه: ده بقى على بعد أنفاس، أنا مش قادر أتفادى الهجوم ده كليا، في الحالة دي مش هتفاداه إذن. وبيمد إيده الشمال ناحية الحجر وبيتصاب فيه ساعتها، فبتصرخ شياو يوي بصدمة وخوف، لكن لين بيقول لها: أنا بخير. وبنشوف إيده الشمال بس متدمرة، وحاليا باقي 10 ثواني على انتهاء فترة التبريد، لكن ملك الغيلان مش بيبدأ، وبيضم إيده الاتنين في بعض وبيستعد للهجوم على لين مرة تانية. فبيقول لين في نفسه: مفيش فايدة للموجة الصادمة من المسافة دي، أنا محتاج أتحرك لمركز ثقله بشكل مباشر. فبيتزحلق على الأرض تحت الملك وهو ماسك السيف بإيده اليمين، وبيكون باقي 3 ثواني بالشكل ده. فبيمسك السيف وبيستعد للهجوم عليه وهو بيقول في نفسه بغضب: كفاية حركة شوية. وساعتها فترة التبريد بتخلص، وبيهجم لين بكل قوته على ملك الغيلان وبيفعل نسخة الموجة الصادمة. فبتتشل حركة الملك للحظات، وفي اللحظة دي بينده لين على شياو يوي بسرعة، فبتهجم شياو يوي على راس الزعيم وبتقدر تصيبه، وساعتها شريط نقط حياته بيخلص تماما. وبكده بيكونوا اتخلصوا من ملك الغيلان وكملوا المهمة الاختيارية التانية بنجاح. فبيرمي لين السيف على الأرض وبيقع بجسمه بعدها وهو بيقول في نفسه: أخيرا وقعناه. وبتجري شياو يوي عليه بسرعة ساعتها، لكنه بيقع قبل ما توصل، وبيكمل في نفسه بضعف. ومع ذلك مهمة المنطقة الآمنة للأسف فأنا مش هنجح في إكمالها، وبيفقد الوعي بعدها، وبتكون شياو يوي قصاده. وبعد شوية بنشوف اجتماع المعلمين للأكاديمية بعد ما الامتحان بيخلص، وبيقول لهم رئيس القسم: أظن إنكم كلكم شفتوا نتائج قبول صفوفكم. كرئيس قسم القبول فأنا هقدم موجز للنتائج. دفعة السنة دي بتتكون من 1360 طالب متوزعين على 12 فصل، ونتائج امتحان القبول هي كالآتي: الرتبة F ب 560 طالب، الرتبة D ب 450 طالب، الرتبة C ب 200 طالب، الرتبة B ب 83، الرتبة A 52 طالب. ده غير إن في 15 طالب من الكل أخدوا تقييم الرتبة S. فبيتفاجئ كل المعلمين وبتقول واحدة بصدمة: الرتبة S لازم على الطالب إنه يخلص المهام الثلاثة كلها ويفضل عايش علشان ياخدها. وبيقول واحد تاني: معقول إن المستجدين دول عملوا كده؟ هو احنا جالنا نصيب كبير من الموهوبين ولا إيه؟ وبيقول المعلم اللي كان بيغيظ تشين بكل فخر: صفي أنتك طالبين موهوبين. وبتقول واحدة جنبه: وأنتك صفي 2 برضه رغم إنهم من الرتبة B. فبيقول رئيس قسم القبول: بالتالي في 13 طالب موهوب من مستجدين السنة دي، بقالنا أكتر من عقد كامل ما جاتلناش دفعة زي الدفعة دي، شكرا على مجهودكم. بيتضايق تشين وبيقول بملل وحقد: اللعنة، هو صفي الوحيد اللي ما فيهوش أي طالب موهوب. لكن رئيس قسم القبول بيقول له: يا تشين الصغير، رغم إن صفك السابع خالي من الموهوبين إلا إنك كسرت رقمين قياسيين في الأكاديمية. بيتفاجئ تشين وبيبص للرئيس بانتباه وعدم فهم، فبيقول للرئيس: أولا في 2 من الطلاب الغير موهوبين من نفس الصف أخدوا تقييم الرتبة S. أما ثانيا الرقم القياسي الأعلى إحصائية ذكاء أولية لطالب مستجد من ساعة تأسيس أكاديمية الفجر، وكمان الرقم القياسي لأقل إحصائيات أولية شاملة، هما الاتنين من صفك. والموضوع المربك أكتر هو إن الرقمين المتعاقدين دول بيرجعوا لنفس الطالبين الرتبة S من صفك. فالتحول اللافت ده جذب انتباه مدير المدرسة بنفسه. وبنروح عند أوضة استراحة الطلاب بعد انتهاء امتحان القبول، وبنشوف لين بيظهر عن طريق الانتقال الفوري هو وباقي الطلاب، وبيتفاجئ شوية من الطلاب مجرد ما بيوصلوا، وبيصرخ واحد منهم: أنا نجوت، أنا نجوت بجد. وبيبص لين على الشاشة بتاعت النظام وبيلاقي إنه متسجل بإنه أنجز 3 مهمات وكسب 40 رصيد و800 نقطة تبادل، وتقييمه العام هو S. فبيقول في نفسه بصدمة: هو أنا خلصت المهمة الأولى لكني غبت عن الوعي تماما. وبيبص على شياو يوي بعدها وبيكمل في نفسه: هل شالتني للمنطقة الآمنة بعد ما غبت عن الوعي؟ وفجأة بيلاقي البنت رمية السهام بتجري ناحيته وبتنده عليه، ومجرد ما بتقرب منه بتقول له بامتنان والدموع في عينها: شكرا جزيلا ليك ولجو شياو يوي، فأنا ما كنتش هحصل على تقييم الرتبة A من غيركم، رغم إني خلصت من غير فايدة، بل اتقتلت على إيد موجة الزعيم الصادمة. هل هجمتوا على ملك الغيلان في النهاية؟ بيقول لها لين: أيوة حصل، وخلصنا عليه كمان. فبترد البنت بحماس: مذهل، كنت عارفة إنكم هتنجحوا. لكن وانج بيقول بحقد وغضب ساعتها: ده نجا بالحظ، لولا إن شياو يوي شالته كان زمانه مات 800 مرة. وفجأة بتتحرك شياو يوي ناحية لين وبتنده عليه وبتقول له:
انا عايز اتناقش معاك على انفراد بخصوص المعركه دي. فبيروحوا المكان فاضي وبيقول لين لشياو يوي بخصوص مهمه المنطقه الامنه. شكرا جزيلا ليكي. بتقول له شياو يوي دي كانت منفعه متبادله، فانا كنت عايز ازود من المكافآت مش اكتر، ولولا اعاقتك لمهاره ملك الجيلان وخلقك لثغره ما كنتش هقدر اسدد الضربه القاضيه. فبيقول لين في نفسه البنت دي بتعمل لكل كبيره وصغيره حساب. وبتكمل شياو يوي ده غير ان بسماتك دي اعاقتك لمهاره زعيم تعتبر حاجه مستحيله نظريا، بس عموما انت اكيد ليك اسرارك الخاصه وانا مش عايز اتطفل عليك، ولو حد سالني فانا هتكتم عن الموضوع. بيشكرها لين وبيقول لها انه ممتن. وبتكمل شياو يوي انا اكتشفت كمان ان نظام العقل الفاطن الموجود في بطاقه هويتنا جواه خاصيه للتواصل، خلينا نضيف بعض كاصدقاء، ده هيسهل من تواصلنا. بيبتسم لين وبيقول لها تمام. فبتقول له شياو يوي نادي في سرك الدماغ الذكي عشان تستحضر الواجهه الاساسيه. وبالفعل بينده عليه في عقله، وبالفعل بيظهر عده معلومات عنه زي اسمه ورقمه كطالب وعدد الارصده اللي كان 40 ونقط التبادل اللي عنده 800، واخيرا احصائياته. بتقول له شياو يوي ايه هو رقمك الطلابي؟ بيرد لين 20 12 35. ومجرد ما بيقول لها بتبعت له طلب صداقه فبيقبله. وفي الوقت ده بينده تشين وبيقول كل اللي حصل على تصنيف اف في امتحان القبول، تعالوا للمدخل واصطفوا، اما الباقي اياكم تقفوا زي التماثيل، افتحوا خرائط العقل الفاطن واتحركوا ناحيه المضمار الرياضي المركزي. وفي اللحظه دي بياخد باله من لين وشياو يوي وهم خارجين، فبيلف يمينه وشماله وبينده على شياو يوي بعدها وبيطلب منها تروح عنده. وبالفعل بتتحرك شياو يوي عنده وبيفتح لين الخريطه عشان يشوف مكان المضمار الرياضي. وبيقول في نفسه لو انطلقت من ساحه الفصول العامه هكون مضطر اعدي من الحوش. وبيبص بعدها على شياو يوي وبيقول في نفسه هو تشين تشوان نده عليها هي بالذات لانها اخذت تصنيف اس ولا اكتشف حاجه تانية؟ وبيتحرك ناحيه المضمار الرياضي بعدها وبيقول في نفسه عدد الاشخاص الموجودين بيزيد، بس هو مش اختفاء كل الناس دي مره واحده هيسبب دوشه ومشكله. وبتوصل شياو يوي عنده ساعتها فبيقول لها انت بخير؟ فبتطمنه شياو يوي وبتقول له انا ما قلتش حاجه ما ينفعش اني اقولها. وفجاه بيسمعوا حد بيزعق في الطلاب عشان يبعدوا عن الطريق ويتحركوا، وبنشوفه هو بيحرس ولد قصاده وبيقول للطلاب بغضب اتنظموا زي فصولكم واياكم والتجمهر. بيتحرك الولد اللي كانوا بيحرسوه المنصه قصاده وبيبدا يتكلم في المايك مع الطلاب وبيقول لهم اهلا بيكم ايها الطلاب المستجدين، انا رئيس مجلس طلاب الاكاديميه. للاسف وصول المدير هيتاخر شويه بسبب ظروف طارئه، ولحد ما يوصل اسمحوا لي ارحب بيكم كلكم نيابه عن الاكاديميه. وفجاه بيبدا كل الطلاب في الصراخ المفاجئ وبيبصوا كلهم قصادهم على الوحش المرعب اللي ظهر فجاه. وحتى لين بيبص بصدمه وبيقول في نفسه تنين، ده تنين حقيقي. وبيبدا التنين يصرخ فيهم بشكل مرعب. فبيقول لين في نفسه ده تنين، تنين اصيل من لحم ودم، انا جسمي اتجمد تماما ومش قادر اتحرك. وفي نفس الوقت كان شياو يوي بتترعش بخوف وبتقول في نفسها ده رعب غريزي بدائي، جسمي مش راضي يتحرك تماما. وفي اللحظه دي بينزل التنين على الارض ورا رئيس مجلس طلاب الاكاديميه، وبينزل راجل عجوز من عليه وبيقول لهم انا اسف يا جماعه كان في شويه حاجات محتاجه اخلصها في طريقي وكنت خلاص مش هعرف الحقكم. وبنعرف ان العجوز ده هو مدير اكاديميه الفجر. فبيبص له رئيس مجلس الطلاب وبيقول له يا مدير انت مش شايف ان دخولك كان فيه استعراض زياده عن اللزوم ولا ايه؟ وبيرد المدير بغضب اللعنه، استعراض ايه اللي بتتكلم عنه؟ هو انت فاكرني بركب على السحليه العملاقه دي عشان اتباهى بيها؟ انا جيت بسرعه على هنا والوقت كان ضيق فانا مضطر اركب على الوحش ده عشان الحقكم. مين كان عارف انه هيهيج في لحظه عبورنا من العالم ده؟ بل وجات له الجرأه كمان انه يلعب طلابي. وبيبص على التنين بغضب بعدها وبيقول له كرر اللي انت عملته مره تانية وانا هسلخك عايش وهحولك لكنبه. فبيبص لين على المدير بصدمه وبيقول في نفسه اذا ده المدير الشخص الوحيد القادر انه يشوف موهبتي المعجزه الاكاديميه. بيقول لهم المدير انا شفت نتائج امتحان القبول للفوج ده من المستجدين، كفاءتهم كويسه فعلا. وفجاه بيبص ناحيه لين لدرجه ان لين بيلاحظ وبيتوتر، لكن المدير بيبدا في تضخيم الصوت بعدها عشان يوصل للكل وبيقول في العاده انا ببدا الكلام بالتعريف عن نفسي، لكن اظن ان اسمي مش هو الحاجه اللي شاغله بالكم دلوقتي. انا عارف ان في كتير منكم تمت دعوتهم هنا في ظروف مربكه بل ومزعجه، انتم متضايقين جدا مش كده؟ وبيبص ناحيه رئيس قسم القبول بعدها وبيكمل لو كنتم متضايقين يبقى ارموا اللوم عليه، ده كله بسبب قسم القبول، فهم بيختاروا اكتر وقت متاخر عشان يبعتوا فيه اشعارات القبول. انا هعمل قاعده جديده بعدين من هنا ورايح لازم يتم التجديد في وضح النهار، فتخويف الامينين في نص الليل مجرد نزيل شؤم. فبيضحك الطلاب على كلامه وبيقول لهم بعدها بجديه ماشي كفايه هزار، للاجابه على اعظم سؤال في بالكم احنا مين وايه سبب وجودنا هنا؟ اسمعوا كويس يا ابناء العالم القديم، احنا مستعمرين، الكوكب ده معروف بكوكب نورما ومعروف كمان بالعالم الجديد، والهدف الوحيد للشيء اللي اسمه اكاديميه الفجر هو تنشئه نخبه طليعه المستعمرين، ونورما هي العالم الجديد، العالم اللي هنسفك الدم عشانه، دي الاراضي اللي هتفتحوها في الايام الجايه. وبيكمل بعدها حياتكم العاديه الممله خلصت في اللحظه اللي فتحتوا فيها رسائل قبولكم، فمن اليوم ده هيبرز شويه منكم وهيكونوا جنرالات عظام بيقودوا الجحافل وبيفتحوا افاق جديده، والباقيين هيكونوا صحراء عظام بيطوعوا قوانين السحر نفسها لارادتهم، وشويه منكم ممكن يطلعوا على عروش الحكم المطلق عشان يشرعوا قوانين الاراضي الجديده، القوه والمعرفه والسطوه بل وحتى الخلود. كل كنوز العالم الجديد هتبقى بين ايديكم. واخيرا هعلن عن قاعده جديده جرت العاده على منع المستجدين منع تام على انهم يخطوا للعالم الجديد، لكن بدايه من الفوج بتاعكم ده هيتم منح الطلاب الثلاثه الاوائل في الامتحانات الشامله للمستجدين حق الدخول المبكر للعالم الجديد. بيتصدم رئيس مجلس الطلاب وبيقول له يا مدير كده هنكون بنرمي حياه المستجدين في التهلكه، اتمنى انك تعدل رايك. بيبص له المدير بطرف عينه بغضب، فبيرجع الولد بسرعه وبيقول له انا اتمديت. فبيقول المدير للطلاب كفايه كلام انصرفوا. وبيقول له رئيس مجلس الطلاب
أمرك يا سيدي. بيفكر لين في اللي حصل بعدها وبيقول في نفسه ردة فعل الرئيس كانت حادة شوية. هل في سبب خفي ورا القاعدة الجديدة دي؟ وبغض النظر فغاية القسوة دلوقتي هي استنزاف موارد الأكاديمية عشان أبقى أقوى. بس فجأة بيلاقي حد بينده عليه وبيقول له أنت هناك يا شياو لين، استنى شوية. فبيبص ناحية الصوت وبيقول بدهشة المعلم تشين. إيه المشكلة؟ بيقول له تشين في العادة الأول في امتحان القبول بيبقى ممثل الفصل، ده غير إن شياو يوي رفضت الموضوع رفض قاطع. بيقول له لين وبعدين؟ فبيقول له تشين عشان كده المنصب راح ليك. اسمع كويس، فمنصب ممثل الفصل بيكون معاه أرصدة إضافية وحصص زايدة من الموارد وشوية امتيازات خاصة، والواحد ضعيف زيك استغل الباقيين. الميزة دي هتبقى طوق نجاة بالمعنى الحرفي، فهمت؟ ده غير إن المنصب ده هيطرح لإعادة الانتخابات بعد الامتحانات الشاملة ب3 شهور، وساعتها مش هيكون عندك أي فرصة للاحتفاظ بيه حتى لو كنت عايز. وبتوصل رسالة لين ساعتها بإنه تعين من ناحية المعلم تشين في منصب ممثل الفصل السابع من المستجدين، وبيشاور له تشين وبيمشي بعدها وهو بيقول له ماشي، دي كل حاجة، العقل الفاطن هيبعت لك كتيب المستجدين، بص عليه بنفسك. فبيقول لين في نفسه بدهشة امتيازات خاصة؟ وبيروح بعدها لمساكن الطلاب، ومجرد ما يدخل بيلاقي بنت قاعده على البوابه وبتقول له الابواب بتقفل الساعه 7 بالليل وبتفتح مره تانية 6 الصبح، البيات بره بياخد من رصيدك، فهمت؟ بيقول لها لين مفهوم. فبتبص البنت على بياناته وفجاه عيونها بتلمع ونبرتها بتتغير تماما وبتقول له هو انت ممثل فصل للفوج الجديد؟ ده شيء مذهل. بيتفاجئ لين وبيقول لها انا مجرد ممثل بالنيابه، فانا تم اجباري على الموضوع. لكن البنت بتقوم وبتقول له بلطف سيبك من التواضع، مفيش حد عادي بيبقى ممثل للفصل، تعالى معايا، فانا بصفتي زميلتك الكبيره هتولى شخصيا مرافقتك لاستلام اغراضك واخيرا اوضتك. فبيقول لين في نفسه بدهشه، دي بدلت نبرتها في غمضه عين، وبتديله البنت اليونيفورم بعدها وبتقول له ده اليونيفورم بتاعك، فالالوان اتحددت حسب سنتك الدراسيه، فاحنا طلاب السنه الثانيه بنلبس ازرق وانتوا المستجدين بتلبسوا اخضر، وبتاخدوا الاوضه في السكن كمان. وبتقول له دي اوضتك، سكن فردي حصري لممثل الفصل بالنيابه، فالمستجدين العاديين بيقسموا اوض مزدوجه زي ما انت عارف. فبينبهر لين وبيقول لها مذهل. بتديله البنت بطاقه الهويه بعدها وبتقول له حظر التجوال والحاجات اللي بتشتريها وحضور الحصص كلها معتمده على بطاقه هويتك، اياك تضيعها. وبتغمز بعدها وبتقول له بالمناسبه انا تشانج تينج تينج، خلينا نضيف بعض كاصدقاء، ولو كنت محتاج حاجه في دراستك او سكنك كل اللي عليك انك تسال. فبيقول لها لين تمام، شكرا ليكي جدا يا زميلتي الكبيره. وبتسلم تينج تينج عليه وبتقول له اتاكد من اختيار المقررات الدراسيه بذكاء يا سيد ممثل الفصل. فبيسلم لين عليها وبيقول لها ايوه اشوفك بعدين. وبيقول في نفسه من الواضح انها بدات تتملقني في اللحظه اللي سمعت فيها اني ممثل للفصل، وعلى الارجح ان ده ليه علاقه بالامتيازات الخاصه اللي تشين ذكرها، وواضح وضوح الشمس ان التسلسل الهرمي في الاكاديميه دي شديد القسوه، فكل حاجه مرهونه بالجداره والقوه. اما دلوقتي فانا محتاج اشوف موضوع جدولي الدراسي. وبيقول في نفسه افتح دليل المقررات. فبتظهر قائمه فيها مقررات السمات الاساسيه زي اتقان السيف الاساسي وفنون النصل الاساسيه والقتال الاعزل الاساسي والرمايه الاساسيه، ومقررات السمات الثانويه زي التهيئه الجسديه الاساسيه والادراك الاساسي والتوازن الاساسي والتركيز الاساسي والصلابه الاساسيه والحركه الاساسيه والصد الاساسي والمراوغه الاساسيه، ده غير المقررات الالزاميه زي التاريخ العام لنورما واللغه المشتركه لنورما وجغرافيا نورما. فبيتصدم لين ساعتها وبيقول في نفسه دي كتيره فعلا، الحصص الالزاميه ثابته ولازم اختار مقرر قتالي اساسي واحد و3 مقررات للسمات الثانويه. لكنه بيقول في نفسه بعدها تمالك نفسك، المهمة كبيرة لكني عندي موهبة المعجزة الأكاديمية، سماتي المبدئية تعتبر نقطة ضعف قاتلة ولازم أرتقي بيهم كلهم بأقصى سرعة ممكنة، فالتعزيز الكامل لكفاءة التعلم بنسبة 100% من المعجزة الأكاديمية هو أعظم أفضلية عندي ومش هقدر أفرط فيها بكل تأكيد. وبعد تفكير بيقول في نفسه أنا هختار إتقان السيف الأساسي للقتال، فمن السهل استيعابه وليه استخدامات متنوعة، وكمان التهيئة الجسدية الأساسية هتزود من فرص نجاتي، بينما التأمل الأساسي هيزود من قوتي الذهنية وتركيزي. وبعد ما بيختار كل المقررات بيدوس على زرار التأكيد وبيقول في نفسه ففي المكان ده القوة هي كل حاجة. وتاني يوم في ساحات تدريب إتقان السيف الأساسي بنشوف لينو وهو بيتدرب على استخدام السيف، وكالعادة نقطه بتزيد مع كل استخدام. فبيقول في نفسه نفس الحالة مع السيف القصير، فقوة قطع السيف الطويل بتنبع من الخصر مش من المعصومين، وبيبدأ ينشط الموهبة الكامنة للمعجزة الأكاديمية، وبتزيد فعالية التعلم بنسبة 100%، وبتزيد نقط خبرة إتقان السيف كمان. فبيستمر لين في التدريب وبيقول في نفسه طالما أتقنت الأسس يبقى هقدر ألوح بسرعة أكبر. وبيزيد مستوى إتقان السيف الأساسي بعد شوية تدريب وبيوصل للمستوى الثالث، وبتزيد سمة القوة وبتكون 3 بدل 2. فبيقول في نفسه الموضوع أخد نص ساعة عشان أوصل للمستوى الثاني من المستوى الأول، وساعة عشان أوصل للمستوى الثالث. أنا بجمع المستويات بضعف سرعة الباقيين، فارتقاء مستويات المهارة بيعزز من السمات المبدئية. استراتيجيتي طلعت صح بالظبط. وفجأة بيقعد على الأرض بتعب وبيقول أنا ما بقتش قادر على ده، دراعي على وشك إنه ينفصل من جسمي. فبتظهر المشرفة ساعتها وبتقول أساس الفوق ده أسوأ مما تخيلت، إزاي تجرؤوا على حضور حصتي بالقدرة المزرية دي؟ اسمعوا كويس، طالما ما ارتقيتوش بمهارة إتقان السيف الأساسي للمستوى الثالث مفيش حد منكم هيسيب الفصل. والمشرفة دي هي المعلمة البديلة لإتقان السيف الأساسي تشينج نا، طالبة السنة الثالثة. ومجرد ما بتقول كده بيقول لها واحد من الطلاب أمرك يا سيدتي، وبيمسك واحد تاني لوحة تدريب وهو بيعيط وبيقول أنا ما كنتش هختار إتقان السيف لو كنت عارف، الست دي الشيطانة الرجيمة. وبتقول بنت تانية لزيادة مستوى إتقان السيف الأساسي من المستوى الأول للتاني لازم نلوح بسيوفنا من غير توقف لمدة 3 أو 4 ساعات، إحنا مش خارقين، إزاي هنعمل ده؟ وفجأة بينده لينا على تشينج نا وبيقول لها
مهارتي وصلت للمستوى الثالث زي المطلوب، وحسب جدولي حصة التأمل الأساسي على وشك إنها تبدأ. هل تسمحي لي أمشي بدري عشان أروح لحصتي بعد كده؟ فبتبص له تشينج نا وبتقول له النهارده اليوم الأول للدراسة وفي الحصة الأولى وما فاتش غير أقل من ساعتين، وأنت بتقول لي إنك طحنت مهارة إتقان السيف الأساسي لحد المستوى الثالث بالفعل. هو أنت بتستهزأ بيا ولا إيه؟ وبتقول له بعدها أنت شياولين مش كده؟ الواخد المحظوظ ده صاحب السمات الفردية واللي طلع على أكتاف صحابه عشان يوصل للتصنيف اس في امتحان القبول. لو عايز تغيب عن الحصة يبقى هات عذر مقبول على الأقل. وبتقول في نفسها المستوى الثالث؟ هو فاكر ان دي المره الاولى اللي ضرب فيها المستجدين؟ فبيقول لها لين شاشه حالتي بتبين ده، ولو شك فيها شوفيها بنفسك. بتضحك تشينج نا بتحدي وبتقول له بيانات. وفجاه بيوصل تحذير لكل الطلاب بان المعلمه البديله تشينج نا طلبت تفعيل امتيازات التدريب المتقدمه، وبيتم تهيئ محاكي القتال الشامل، وبيطلب من الطلاب انهم يستعدوا. وفجاه بيبدا المكان يتغير حواليهم وبيتحول لساحه غريبه مليانه بالهياكل العظميه في كل مكان. وبتقول تشينج نا بدل ما ابص في بيانات ملهاش لازمه فانا بفضل اشوف ده بنفسي في قتال حقيقي. وبتوصل رساله لين مكتوب فيها اهلا بيك في محاكي القتال الشامل. وبتقول له تشينج نا دي ساحه التدريب العظمى في الاكاديميه، واتبنت باستنزاف كميه فلكيه من الموارد عن طريق تحريك شويه القوانين الحاليه لعالم نورما. وبتقرب منه بعدها وبتقول له انت مش هتموت في المكان ده بجد، لكني بفكرك ان كل الاحاسيس الجسديه حقيقيه تماما، وتفعيل المحاكي ده بياخد كميه كبيره من نقط التبادل، فانا بدفع الغالي والنفيس عشانك المره دي. وفجاه بتبدا الهياكل العظميه تتحرك ناحيته وبتقول له تشينج نا اسمع يا شقي، بما انك بتقول ان اتقان السيف الاساسي عندك وصل للمستوى الثالث يبقى اكد ده بنفسك في قتال حقيقي. وبتروح تقعد على كرسي مصنوع من العظام بعدها وبتكمل قوه جنود الهياكل العظميه دي بيقارب قوه غيلان امتحان القبول، وطول ما انت قادر على تطهير الزنزانه دي هاذن لك تمشي بدري، بل وهدي لك امتياز الانصراف بدري من هنا ورايح. وبتظهر رساله من النظام على اللين مكتوب فيها البدايه في زنزانه قبو الموتى الاحياء، المهمه اصمد لمده 40 دقيقه او اقضي على 20 جندي من جنود الهياكل العظميه، انجز واحده من المهمتين عشان تطهر الزنزانه. فبيمسك لين السيف وبيبص على الهياكل العظميه وبيقول في نفسه بصدمه هي فتحت زنزانه زي دي بجد عشان تختبر مستوى طالب مستجد؟ البنت دي مختله كليا بجد. لكنه بيرفع سيفه وبيقول في نفسه في طريقتين لتطهير المكان ده، المماطله وكسب الوقت او ابادتهم عن بكره ابيهم. وبينطلق بعدها للهجوم على واحد من الهياكل العظميه وبيضربه اول ضربه لكنها مش بتخلص عليه، فبيهجم عليه الهجوم الثاني وبيطير راسه ساعتها. فبتظهر له رساله بانه خلص على واحد من جنود الهياكل العظميه، وبيقول لين في نفسه لو صوبت ناحيه نقط ضعفهم بشكل مباشر يبقى هحتاج ضربتين في المتوسط عشان اوقع واحد منهم. 20 جندي من الهياكل العظميه معناهم 40 ضربه. وبتتفاجئ تشينج نا ساعتها وبتقول في نفسها هو الولد ده بيسعى للقتل بجد؟ انا كنت فاكره ان الرعب هيسيطر عليه وهيعتذر فورا وهيترجاني عشان اقفل الزنزانه. حركه رجله واستجماع قوته وزوايا ضرباتها هيئته محكمه فعلا، حركته رشيقه وتقدير مظبوط. اللعنه ده بيتفوق باشواط على شويه الاغبياء اللي مش بيتقنوا غير التلويح الاعمى، وعيبه الوحيد هو ان سماته المبدئيه مجرد حساله. بس فجاه بتقول في نفسها وهي مستمره في متابعه معركته استنى ثانيه، اوعى تقول انه سجل في مقرر اتقان السيف ومقرر التامل عشان يرتقي بسماته الحصريه. للاسف ده حلم جميل لكن الجسم المادي ليه حدود مش هيقدر يتجاوزها، وتجميع 13 قتيل من الهياكل العظميه بسماته الحاليه يعتبر معجزه بحد ذاتها. وبعد ما بيخلص لين على الهيكل العظمي ال 13 فجاه بيهجم واحد عليه من ظهره من غير ما ياخد باله. فبتقول تشينج في نفسها ده كفايه، جه الوقت عشان يواجه الحقيقه المره، المفروض انك تبقى ولد مطيع. لكن لين بيفعل مهاره القطع العنيف ساعتها وبينطلق للهجوم على الهياكل العظميه مره تانية وبيخلص على 3 منهم مره تانية. فبتتصدم تشينج وبتقول في نفسها القطع العنيف ازاي عنده مهاره زي دي؟ وبيستمر لين في القضاء على باقي الهياكل العظميه واحد ورا التاني لحد ما بيخلص على ال20 المطلوبين، وبيقوم يقف بعدها وهو بياخد نفسه بتعب وبيبص لتشينج وبيقول لها شروطك انا حققتها. فبتقول تشينج في نفسها بصدمه ايه مشكله الولد ده بكل تاكيد ما وصلش لتصنيف اس في امتحان القبول عن طريق الصدفه. وبنروح لمكتب رئيس مجلس طلاب الاكاديميه ساعتها وبنشوف واحده بتسلم له ورق وبتقول له سيدي الرئيس انا رتبت ملفات كل المستجدين اللي اخدوا تصنيف اس وتصنيف اف في امتحان القبول. فبيقول لها الرئيس برافو عليكي حطيها هنا وخلاص. لكن البنت بتقول له في جدول مقررات لازم تشوفه يا سيدي. بيتفاجئ رئيس المجلس وبيقول لها في مشكله ولا حاجه؟ فبتقول له البنت اختيارات المقررات لواحد من المستجدين عباره عن جنان بشكل واضح، خد بص على جدوله. المستجد ده اسمه شياو لين وسجل في كل الحصص المتاحه بالمعنى الحرفي. فبتصدم رئيس المجلس وبيقول لها عمل ايه؟ وفي عياده اكاديميه الفجر الساعه 12:04 بنشوف تشينج وهي بتقول بغضب انا ما تعمدتش ان اوصله للحاله دي، ازاي هعرف انك انت محتاج الولد ده؟ فانا كنت لسه في نص حصتي. بيقول لها رئيس مجلس الطلاب دي مش المره الاولى اللي اتعاملي فيها مستجد بالطريقه دي يا نانا. فبتقول له تشينج هو انت عندك مشكله مع اسلوبي في التدريس يا قزم؟ بيتنهد رئيس مجلس الطلاب بقله حيله وبيقول لها لا مش قصدي كده، الموضوع ما فيه انهم لسه منضمين للاكاديميه ومفيش داعي للتشدد ده كله. بتقول له تشينج لانهم طلاب جدد تحديدا فانا لازم اتعامل معاهم بصرامه اكتر، الرأفه بيهم هي القسوه الحقيقيه في حقهم. وبتبص على لين اللي كان فاقد الوعي على السرير ساعتها وبيفضل رئيس مجلس الطلاب ساكت ومش بيرد عليها. وفجاه بيبدا لين يتحرك وبيفتح عيونه. فبيقول له رئيس مجلس الطلاب بسرعه اخيرا صحيت. بيقوم لين يقعد وبيقول لهم هي دي العياده؟ بيرد رئيس مجلس الطلاب ايوه صح.
عيادة الأكاديمية مجهزة بالكامل، فبعد ما تمشي من ساحة المحاكاة المجسمة مش بتسترجع الطاقة الجسدية والذهنية المستهلكة تلقائيا زي ما بيحصل وقت الخروج من زنزانة عادية. وبيبتسم بعدها وبيقول له: أنا سمعت إنك فقدت وعيك بسبب الإرهاق الشديد، أنت عامل إيه دلوقتي؟ بيقول له لين: أنا أحسن، لكن عضلاتي لسه بتوجعني شوية. فبيبتسم رئيس مجلس الطلاب وبيقول له: ده كويس، هتتعافى بعد ما ترتاح شوية. وبيكمل بعدها: طب تمام، ممكن تخرجي يا نانا، فأنا محتاج أتكلم مع الطالب شياو لين لوحدنا. بتقول له تشينج نا بانفعال: ها؟ وانا ليه المفروض اخرج؟ لكنها بتعض على شفايفها بغضب بعدها وبتقول له: ماشي، انا همشي. وبتتحرك ناحيه الباب فعلا، لكن قبل ما تخرج بتقول بغضب للين: اسمع يا شقي، انت انا مش برجع في كلمتي ابدا، تمت الموافقه على اذن المشي بدري، لكن بلاش تلومني على عدم تحذيرك. فالاشخاص اللي بيجمعوا بين السحر والفنون القتاليه مش بيوصلوا لنتيجه كويسه، انت حر بقى دلوقتي. وبتخرج بعدها وبتقفل الباب بغضب. فبيقول لين في نفسه: الزبيله الكبيره دي شكلها زي انثى التيركس اللي الكل تخيلها. وبيبدا رئيس مجلس الطلاب في الكلام بعدها وبيقول له: ودلوقتي خلينا ندخل في صلب الموضوع. هو انت ما قريتش دليل الطالب المستجد؟ فهو بيحذر بشكل صريح من اخذ دورات مختلفه في وقت واحد: المبارزه، الحركه، والتايجيتسو. ده هو النظام الجسدي. التامل، التعويذ، والادراك، ده هو نظام السحر. الاتنين دول نظامين بيمثلوا مسارين نمو مختلفين تماما. الممارسه المزدوجه للسحر والفنون القتاليه ليها مميزات في مرحله البدايه، فهي بتخليك قادر تتعامل مع مواقف قتاليه متنوعه، لكن مع التعمق في الدراسه كل نظام هيتفرع لفروع ملهاش حصر ولا عدد. ومع السنه الثانيه او الثالثه فمسار السحر والقتال المزدوج هيحتاجوا 3 أضعاف أو لحد 7 أضعاف الوقت والمجهود مقارنة بالباقيين. بيقول له لين: أيوة أنا عارف كده، فلو شبهنا التخصصات بالشجرة، كل ما تقدمت كل ما زادت الأغصان واتفرعت بشكل أدق. الجمع بين السحر والفنون القتالية محتاج مجهود جبار بالفعل، لكني لسه عايز أحاول. وبيقول في نفسه: بفضل ميزة الباحث فأنا أقدر أعمل ده بكل تأكيد. وبيكون لسه رئيس مجلس الطلاب هيعترض، لكن فجأة بيوصل له رسالة من المدير، فبيتفاجئ وبينده على لين بعد ما بيشوفها وبيقول له: ماشي يا شاولين، بما ان المدير وافق بالفعل على اختيارك للمواد فانا مش هجادل في الموضوع اكتر من كده، لكن جدولك محتاج تحسين وتعديل. هبقى ادي لك الجدول الجديد بكره الصبح كحد اقصى، ارتاح كويس النهارده. وبيقوم يمشي بعدها. فبيقول له لين: ماشي، شكرا ليك ايها الرئيس. وبيقول في نفسه: ازاي رساله المدير وصلت في الوقت المثالي ده؟ ده كانه بيراقبني طول الوقت. هل ده بسبب موهبتي من رتبه اس اس ولا في سبب تاني؟ وبنروح بعد كده لمكتب المدير وبنشوف حاجه بتكلمه وبتقول له: يا مدير، ليه كل الزعل ده؟ وبتظهر بنت صغيره ساعتها وبتكمل: ايه اللي حصل؟ قول لي يمكن اقدر افرحك شويه. وبنعرف ساعتها ان البنت دي هي نظام التحكم المركزي لاكاديميه الفجر. فبيقول لها المدير: من الواضح انك بقيتي مهووسه بثقافه انمي النجم الازرق مؤخرا. بتقول له: نظام التحكم؟ هم مش قالوا ان المظهر ده مشهور على النجم الازرق دلوقتي؟ ممكن ده يساعد في جذب عدد اكبر من الطلاب الجدد. لكن المدير بيقول لها بحزم: انت العقل المركزي للاكاديميه، ومش مسموح غير لعدد قليل بس بانه يتواصل معاكي، واظن اني مش محتاج افكرك بكل ده. بتقول له النظام: فات اكتر من 100 سنه وانت لسه ممل زي ما انت. هي مش جوده الدفعه دي من الطلاب كويسه بما فيه الكفايه؟ ليه الوش المكشر ده؟ ده في طالب بموهبه مزدوجه من رتبه اس. انت مش فرحان؟ بيقول لها المدير: اجمالي نقط الخصائص للشخص العادي حوالي 10 نقط بشكل عام، معيار القبول في الاكاديميه هو اكتر من 20 نقطه، اما بالنسبه للولد ده اللي اسمه شياو لين فقيمه خصائصه هي 9 نقط بس، وده معناه انه مجرد شخص عادي جدا. بتقول له النظام: وايه المشكله في ده؟ بيرد المدير: مش ممكن اختيار المواهب غير بعد الالتحاق الرسمي، بمعنى تاني كان من المستحيل تماما على شياو لين انه ياخد خطاب القبول. بتقول له النظام: ممكن يكون قسم القبول عمل غلطه، العثور على عبقري بالصدفه البحته عباره عن شيء رائع فعلا. لكن المدير بيلف وبيقول لها: لكن هنا المشكله، لما راجعت الملفات دلوقتي لقيت ان مفيش اي سجل قبول لشياو لين في النظام على الاطلاق. في الحلقه اللي فاتت شفنا لين بعد ما نفذ خطته مع شياو يوي وخلصوا على ملك الغيلان، وبالشكل ده كملوا المهمه الثانيه بنجاح. لكن لين فقد الوعي بعدها وكان فاكر انه بالشكل ده مش هينجح لانه ما قدرش يوصل للمنطقه الامنه، لكنه نجح بتصنيف اس. واكتشف ساعتها ان شياو يوي شالته للمنطقه الامنه بنفسها. وبعد ما رجعوا طلبت تتكلم معاه على انفراد وطمنته انها مش هتتدخل في اسراره، بس طلبت منه يضيفوا بعض كاصدقاء. وبعد ما خلصوا نده تشين عليها عشان يكلمها، وامر باقي الطلاب يتوجهوا للمضمار الرياضي لمقابله المدير. فاتحرك لين لهناك ووصلت شياو يوي عنده بعدها وطمنته انها ما قالتش حاجه. وظهر رئيس مجلس الطلاب بعدها ورحب بالطلاب لحد ما المدير وصل وبدا يعرفهم بالاكاديميه والعالم الجديد اللي هيتنقلوا له، وبلغهم انه اول 3 اشخاص في الامتحان الشامل هتجيلهم فرصه لدخول العالم الجديد بدري. ونده تشين على لين بعدها وبلغه انه هيبقى ممثل للفصل السابع. فاتحرك لين عشان ياخد ادواته ويشوف اوضته وبدا يختار مقرراته الدراسيه بعدها. وتاني يوم بدا يتدرب في ساحه التدريب على السيف ووصل للمستوى الثالث. فطلب من تشينج نا يمشي بدري عشان يحضر درس التامل، لكنها قررت تتحداه يصفي زنزانه علشان تتاكد من مستواه. واتصدمت ساعتها لما صفها لوحده فعلا، لكنه فقد الوعي بعدها. وراح رئيس مجلس الطلاب علشان يزوره في العياده وحذره لان اختيار مسار السحر والقتال المزدوج هيحتاجوا اضعاف الوقت والمجهود. لكن لين صمم يكمل بالشكل ده، وبالرغم من موهبه لين الاستثنائيه الا ان النظام المركزي لاحظت ان المدير كان متضايق. فبلغها المدير انه قلقان لان احصائيات لين بتاكد انه شخص عادي جدا، وكمان مفيش اي سجل على رساله القبول اللي اتبعتت له. وبتبدا حلقتنا النهارده وبنشوف المدير وهو بيكمل كلامه مع نظام التحكم المركزي وبيقول لها: وصل عدد المسجلين في السنه دي 1360 شخص،
لكن مفيش غير 1359 رسالة قبول بسجلات واضحة في الحاسوب المركزي، ومن ساعة تأسيس أكاديمية الفجر مفيش حاجة زي دي حصلت أبدا. بما إنك برنامج التحكم المركزي فمن المؤكد إنك عارفة اللي بيحصل. بتقول له نظام التحكم: يا حضرة المدير، في 1360 رسالة قبول صدرت للطلاب الجدد السنة دي ومفيش أي غلطة في ده. فبيقول لها المدير: إذا استخرجي رسالة قبول شياو لين فورا عشان أشوفها. لكنها بتقول له: رغم إني عايز أساعدك جدا إلا إنك ما عندكش الصلاحية عشان تشوف الرسالة دي. بيتصدم المدير وبيقول لها بانفعال: إيه؟ دي مجرد رسالة قبول، وحتى أنا بصفتي المدير ما عنديش الصلاحية عشان أشوفها. بتقول له نظام التحكم: أيوة ده صحيح، وأنا كمان مندهشة زيك بالظبط برضه. بيسكت المدير للحظات وبيتنهد بعدها وبيقول لها: مفهوم، هنقفل الموضوع ده هنا دلوقتي وباستخدام أعلى سلطة عندي. ابدأي بعمل نسخة احتياطية وتشفير كل رسائل قبول الطلاب الجدد بتوع السنة دي باستثناء الرسالة المقفولة بحماية خاصة. أظن إن دي مش هتكون مشكلة، مش كده؟ بتقول له نظام التحكم: أيوة طبعا، من فضلك استنى لحظة. جاري التشفير. وبعد لحظات بتقول له: تم تشفير 1359 رسالة قبول متاحة لطلاب السنة دي، ومن حق المدير واللي عندهم سلطة أعلى بس إنهم يعرضوها ويعدلوها. أما الملف الوحيد الباقي والمحمي بصلاحية خاصة فمش ممكن توفيره، وهيحتفظ بحالة حماية الصلاحية القصوى الأصلية الخاصة بيه. وبتقول له بعدها: هو أنت مش عايز الباقيين يعرفوا رسالة القبول المخفية دي تخص مين؟ وبيرد المدير: أيوة، فأنا هرجع للعالم الجديد بكرة، وبعد ما أمشي مش عايز أشخاص كتير غير اللي مقصودين يتدخلوا في تطور الطفل ده. أنا هسيب شؤون الأكاديمية بين إيدك، ابذلي قصارى جهدك واهتمي بيها كويس. فبتقول له نظام التحكم: علم. وتاني يوم في الكافيتيريا بنشوف تانج تانج وهي قاعدة مع لين وبتقول له بصدمة: مستحيل، هو أنت الولد اللي أغمى عليه بعد حصة واحدة بس امبارح لدرجة إنك خليت رئيس مجلس الطلاب قلقان؟ بيقول لها لين: أيوة. وبيقول في نفسه: هو الخبر انتشر بالسرعة دي؟ بتتنهد تانج تانج وبتقول له: اعتبر نفسك حظك وحش، فزميلتنا الأكبر تشينج إنها مرعبة بجد. بيقول لها لين: أيوة هي مخيفة فعلا. وبيكمل بعدها: بالمناسبة يا زميلتي، هل المعلمين بس اللي عندهم صلاحية فتح ساحة المحاكاة الهولوجرافية؟ وبترد تانج تانج: لا. هو أنت لسه ما شفتش صلاحيات ممثل الفصل؟ صلاحيات ممثل الفصل بتشمل على سبيل المثال لا الحصر الاطلاع على المعلومات الأساسية لطلاب الفصل، صلاحيات إدارة مجموعة الفصل، والموافقة على طلبات استخدام ساحة المحاكاة الهولوجرافية لطلاب فصلهم. وفي نفس الوقت ممكن لممثل الفصل إنه يقدم طلب لاستخدام ساحة المحاكاة لنفسه بشكل مباشر من غير ما يحتاج لموافقة حد. بيقول لها لين بتساؤل: تقديم طلب؟ فبتشاور له تينج تينج في شاشة النظام وبتقول له: هنا تحت علامة التبويب الخاصة لازم يكون في اختيار للتقديم. قدم طلب وضع الطالب ساحة المحاكاة الهولوجرافية، ومجرد ما عقل الأكاديمية الذكي وافق ممكن تفتح مدخل الساحة. بيقول لها لين: شكرا يا زميلتي، أنا لقيتها. فبتقول له تينج تينج: لكنك مجرد طالب مستجد واحتمال كبير جدا إن طلبك يترفض. بس المفاجأة إنه بيقول لها في نفس اللحظة: إيه ده؟ تمت الموافقة. بتتصدم تينج تينج لدرجة إنها بتشرق وبتقول في نفسها: موافقة فورية؟ دي حاجة ما عملهاش غير ممثل فصلنا. ولما قدم طلبه ساعتها فضل منتظر 3 أسابيع كاملة عشان تجيله الموافقة. مفيش معاملة زي كده أبدا. وبتقول له بعدها: عادة لما طلاب السنة التانية بيقدموا طلب لدخول ساحة المحاكاة بيستنوا 3 أسابيع كاملة، ده غير إن فتحها المرة واحدة محتاج 500 نقطة تبادل كحد أدنى، ومش بتستردهم غير بعد اجتياز الاختبار بنجاح، ولو فشلت في الاجتياز نقط المقايضة هتضيع على الفاضي. فبيقول لي في نفسه: أنا مش معايا غير 800 نقطة تبادل حاليا، وما عنديش رفاهية الفشل ولو لمرة واحدة. لكنه بيفتكر كلام المدير ساعتها لما قال المراكز الثلاثة الأولى في الامتحان الشامل هيحصلوا على مؤهلات دخول العالم الجديد بدري. وبيفتكر كمان كلام تشين لما قال له بعد الامتحان الشامل هيتم إعادة انتخاب ممثل الفصل، وساعتها مش هتاخد الفرصة حتى لو كنت عايز. وأخيرا بيفتكر تهديد وانج لما قال له: أيها الضعيف الهزيل، استنى بس. فبيقول لين في نفسه: أقوى الطلاب في الفصل التاسع هي شياو يوي وبعدها وانج دالين، ومجرد ما يبقى ممثل الفصل مش هيديني الفرصة أبدا لاستخدام ساحة المحاكاة مهما كانت الطريقة، فأنا لازم أزود من قوتي قبل الاختبار. وعشان كده بيقوم بسرعة. فبتقول له تينج تينج: أنت رايح للفصل؟ وبيرد لين: أيوة، سلام. فبتسلم تينج تينج عليه وبتقول: مجتهد جدا زي المتوقع من شخص بقى ممثل الفصل المؤقت. وفي قاعة اللياقة البدنية بنشوف طالب مستجد من الفصل السابع اسمه ليانج زيوي بيقول بصدمة: إيه بإحصائيات حسالة زي دي ومع ذلك تم اختياره كممثل مؤقت للفصل؟ هو مدرب فصلكم مجنون؟ دي حاجة ما تتصدقش. فبيضغط وانج على ازازة الماء بغضب وبيقول: إيه مشكلة شين شوان؟ فأنا سألت وعرفت إن المدربين دول كلهم طلاب مستجدين فشلوا في السنة اللي فاتت، مجرد مبتدئ مش قادر يتنقل حتى للسنة التانية. اختيار مناسب تماما لحتة حسالة زي شياولين. العين اللي اسمه شياولين ده لسه بيتدرب لوحده بعد الفصل. قد إيه ده ولد متظاهر. بيرمي الإزازة على الأرض بغضب بعدها وبيكمل: واللي اسمها شياو يوي كمان بتتجرأ على الاستخفاف بيا، أنا هوريها قيمتها الحقيقية عاجلا أو آجلا. فبيقول له يانج زيوي: أخويا وانج، ليه تستنى لحد التقييم بعد 3 شهور لما ممكن نديله درس دلوقتي؟ بيستغرب وانج وبيكمل زيوي بشر: أنا عارف طالب في السنة التانية من قسم الانضباط كسر قوانين المدرسة بيؤدي لخصم النقاط، ليه ما تعملش كده؟ وبنروح بعدها عند لين اللي كان بيتدرب على التريد ميل وبيكسب نقط خبرة في اللياقة البدنية الأساسية لحد ما بيجمع 18 نقطة من أصل 100 علشان يوصل للمستوى التاني. وبيبص بعدها على الساعة وبيقول: الساعة بتقرب من 7. وبيقول في نفسه: الطريق للسكن بيحتاج 10 دقايق مشي، كده هوصل قبل حظر التجوال على طول. بالتدرب يوميا بعد الفصل هقدر ارفع من اللياقة البدنية الأساسية للمستوى التاني الأسبوع الجاي. وبيروح يفتح الباب عشان يخرج بعدها ويرجع للسكن، لكنه بيتصدم ساعتها لما بيلاقي الباب مش بيفتح. فبيقول في نفسه: هو الباب اتقفل من بره؟ وبيحاول يفتح أكتر من مرة بعدها لكن من غير أي فايدة.
وبيتاكد ساعتها انه اتحبس من بره، وبيقول في نفسه دول قفلوا الباب من غير ما يتاكدوا حتى اذا كان في حد جوه، ايه الاهمال ده؟ وبيضرب دماغه بعدها وبيقول اللعنه، ميعاد حظر التجول قرب، من الواضح اني مش هقدر انام هنا الليله دي. بس فجاه بيسمع صوت وراه وبيلاقي النور فصل كمان، فبيبص وراه بسرعه وخوف وبيلاقي ان مفيش حاجه، فبيقول في نفسه بخوف انا اتخضيت، لكن ده مجرد ميعاد قفل الانوار، بس من الواضح ان المدرسه دي مش فقيره، ليه بيقطعوا الكهرباء بالليل؟ وفي الوقت ده بنشوف عضو في قسم الانضباط في السنه الثانيه اسمه هان سين، وهو بيتكلم مع عضو قسم الانضباط ورئيس السنه الثانيه اللي اسمه تشين يو في ساحه المدرسه، وبيقول تشين يو بصدمه انت تقصد ان في ممثل فصل مؤقت من الطلاب الجدد بيكسر القوانين وبيتجول بالليل كمان؟ فبيقول له هان سين الطالب ليانج زيوي من الفصل السادس للسنه الاولى بلغني بده، والخبر مؤكد تماما، ممثل فصل مؤقت من السنه الاولى بيكسر حظر التجوال بشكل علني، لازم نتعامل معاه بصرامه عشان يكون عبره لغيره. بيقول له تشين يو ايوه، المدير غايب ورئيس مجلس الطلاب ما عندهمش وقت للتفاهه دي، لازم على قسم الانضباط انه يفرض النظام من غير شك، وبما اني بتولى رئاسه الطلاب للسنه الاولى حاليا فانا مش هسمح باي تهاون في مسائل الانضباط بينهم. بيسقف هانسين ساعتها وبيقول له عندك حق يا اخويا يو، وبيبداوا يتحركوا لحد ما بيوصلوا لساحه التدريب، وبيقول هانسين انا هدخل عشان اعمل دوريه تفتيش. بيقول له تشين يو تمام، وبيبتسم هانسين بخبث ساعتها وبيقول في نفسه الولد اللي اسمه ليانج زيوي مسؤول عن تجميع الادله على المخالفات، وانا المسؤول عن التدخل لتطبيق القانون، فالولد ده بقى ممثل مؤقت للفصل مؤخرا، ومن المؤكد انه معاه نقط تبادل كافيه، دي فرصتي الذهبيه عشان ابتزه. بيفتح باب ساحه التدريب بعدها وبيبدا يتلفت حواليه بصدمه اول ما بيدخل، وبيقول في نفسه هو فين؟ فبيقول له تشين يو ايه المشكله؟ وبيرد هانسين بتوتر انا سمعت دوشه وكنت فاكر ان في حد بيستخبى هنا، وفي الوقت ده كان لين مستخبي ورا الباب وبيكتم نفسه عشان محدش يكشفه، وبيفضل هانسين يدور عليه في كل المكان وهو على وشك انه يتجنن، وبيقول في نفسه غريبه ده مش معقول. فبيقول له تشين يو الباب كان مقفول من بره حالا، وعشان كده مستحيل يكون في حد هناك جوه، اظن ممكن تكون اتوهمت بس مش اكتر. فبيضحك هانسين بتوتر وبيقول له ايوه احتمال انا اكيد كنت بتخيل، خلينا نكمل دوريتنا. لكنه بيبص حواليه مره تانية بغضب، وفي اللحظه دي بيهرب تشين من ورا الباب بسرعه وبيخرج من ساحه التدريب وبيطلع يجري لحد ما بيستخبى ورا شجره، وبيقف ياخد نفسه بتوتر وبيقول في نفسه يا ربي انا نجيت بصعوبه، فانا كنت على وشك اني اتكشف. وبيقول في نفسه محظور على الطلاب الجدد الخروج بالليل، ولو اتكشفت فانا هخسر نقطي بكل تاكيد. الموضوع وما فيه ان كل الصدف دي مريبه فعلا، فانا اتحبست في ساحه التدريب فورا، وجي بعدها رجاله قسم الانضباط عشان يشوفوا الباب في الوقت ده بالتحديد، هل في حد بيستهدفني ولا انا ببالغ في التفكير؟ وفجاه بيبص على السماء وبيقول في نفسه بصدمه القمر ده في قمرين، وبيكمل بصوت عالي المعلم قال ان الاكاديميه دي اتصممت بالكامل حسب عالم نورما، هل ده معناه ان العالم الجديد فيه قمرين؟ وبيبدا يمشي في المكان حواليه بعدها وهو بيقول في نفسه في الغالب مش هقدر ارجع لساحه التدريب مره تانية، المهمه المستعجله هي ان الاقي مكان استخبى فيه طول الليل. بس فجاه وهو ماشي بيسمع صوت انفاس غريبه، فبيقف مكانه مصدوم وبيبص قصاده ساعتها وبيلاقي فيه تنين، فبيقول في نفسه بخوف ده التنين اللي كان في حفله الافتتاح. وفجاه بيقوم التنين يقف وبيفرد جناحاته الضخمه وهو بيبص له بعيونه المخيفه اللي بتنور في الضلمه، ومجرد ما ده بيحصل بيطلع لين يهرب بكل سرعته، وبيبص وراه بعدها وبيقول في نفسه هو ما جاش ورايا مش كده؟ مستحيل يكون قرر يتتبعني، صح انت بتهزر معايا، انا مش عايز ابقى وجبه خفيفه للتنين ده. وفجاه بيشوف بيت غريب قصاده فبيجري عليه بسرعه وبيقول في نفسه مش مهم انا هروح استخبى جوه الاول، وبيفتح الباب ساعتها وبيبدا يتلفت حواليه وبيقول هل انت في امان دلوقتي؟ مستحيل ان التنين ده بيطاردني لحد هنا مش كده؟ وفجاه بيبص قصاده وبيتفاجئ من المنظر اللي بيشوفه وبيقول في نفسه هو ايه المكان ده؟ واول حاجه بتلفت انتباهه هو الكرنب المزروع هناك، فبيقول في نفسه بصدمه ايه الكرنب الضخم ده؟ ثواني هو ده كده لسه يعتبر كرنب حتى؟ وبيبص بعدها على الاشجار التانية وبيكمل في نفسه الفاكهه دي بتتوهج كمان وريحتها حلوه، هل هي صالحه للاكل؟ واخيرا بيبص على الفرخه اللي قصاده وبيقول والفرخه دي شكلها مليان ويفتح النفس، فجاه بقيت نفسي اكل فراخ مشويه، لكن الفرخه بتبدا تصرخ اول ما بتشوفه وبتخرج نار من بقها للهجوم عليه كمان، فبيتفادى لين النار وبيقول في نفسه اللعنه هي الفرخه دي بتخرج نار بجد. وفجاه بيلاقيها بتنط عليه وبتحاول تعضه، لكن في واحد بيظهر ساعتها وبيمسكها من رقبتها بسرعه، وبيبص لين بعدها وبيقول له انت مين ومن انهي فصل؟ يعني بتتفسح بره السكن بالليل وبتقتحم مكاني وعايز تسرق فرختي كمان؟ فبيقف لين يبص له بدهشه لحظات وبيقول له بعدها اعذرني بس انت مين؟ بيتضايق الراجل ساعتها وبيقول له انا سونج جون لانج وزير قسم الدعم اللوجستي، يعني بتقتحم منطقتي ومش عارف حتى انا ابقى مين؟ وكلمه سر حلقه النهارده هي سونج، ما تنساش تكتبها في الكومنتات. يلا نكمل. وبيكمل بغضب انت طالب مستجد مش كده؟ طلاب السنه الاولى السنه دي متهورين بجد، بيتجرأوا على كسر حظر التجوال ومخالفه قوانين المدرسه بعد يومين بس من بدايه الدراسه، بل وكمان خوفت فرختي، ازاي ناوي تعوضني عن ده؟ بيقول له لين انا حقيقي اسف جدا، فانا اتكعبلت ووصلت هنا بالغلط اثناء ما كنت بستخبى من التنين العملاق اللي بره، فانا ما كنتش اقصد ابدا ان انتهك قوانين المدرسه، ارجوك اسمع تفسيري. وبيبدا يحكي له عن الموضوع بدايه من لما لقى ساحه التدريب بتتقفل عليه من بره مع بدايه حظر التجوال، وبعدها رجاله قسم الانضباط ووصلوا لتفتيش المكان، فاستخبى ورا الباب لحد ما هرب منهم بسرعه، بس في النهايه قابل التنين في الطريق وطلع يهرب منه. بيقول له سونج بتفكير اذا ده اللي حصل، لكن ما تقلقش السحليه الكبيره دي مش هتهاجمك، ففي النهايه انت شكلك ضعيف جدا لدرجه انه يكلف نفسه عناء الاهتمام بيك اصلا. فبياخد لين الطعنه في قلبه وبيقول في نفسه بصدمه سحليه كبيره؟ هو قال على التنين ده انه سحليه كبيره حالا؟
وبيكمل سونج: اما بخصوص احتجازك جوه ساحه التدريب، دي مجرد خدعه مشهوره بيستخدمها الاوغاد دول بتوع قسم الانضباط. بيقول لين بصدمه: انت تقصد ان في حد بيحاول يوقعني بالعمد؟ بيرد سونج: نقط التبادل هي العمله الصعبه هنا، شراء المعدات، تفعيل ساحه المحاكاه، واستبدال الموارد النادره من العالم الجديد، كل ده بيستهلك كميه كبيره من نقط التبادل. واوغاد قسم الانضباط بيعشقوا ممارسه لعبه الايقاع بالباقيين اكتر من اي حاجه تانية. اولا بيوقعوك عشان تكسر القوانين، وبعدها بيتدخلوا لتسويه الموضوع بشكل ودي معاك. والنقط الدراسيه هي المفتاح دايما اللي بيحدد اذا كنت هتقدر تتنقل للمرحله التانية وتدخل للعالم الجديد. انت مش عايز نقطك تتخصم مش كده؟ يبقى خليك ولد مطيع وسلم لهم كام مية من نقط التبادل كغرامه. فبيقول لين في نفسه بغضب: قد ايه دي اساليب دنيئه جدا. الشخص الوحيد اللي عندي مشكله معاه هو وانج دالين. انا مش قادر اصدق انه اتامر مع اشخاص من قسم الانضباط. بيكمل سونج وهو بيبتسم ابتسامه ما تدلش على الخير: وعشان كده يا عزيزي المستجد، انك تفضل بره طول الليل وتقتحم قسم اللوجستيات، كسر القاعدتين المدرسيتين دول هيكلفوك نقط كتير، ولا انت رايك ايه؟ وفجاه بيسمعوا صوت خبط على الباب. فبيقول له سونج: من الواضح ان اعضاء قسم الانضباط مصممين بجد انهم يمسكوك، فهم عمرهم ما فتشوا قسم اللوجستيات قبل كده. اقول لك هل افتح الباب واسمح لهم بالدخول عشان تروح تاخد عقابك بكل ادب؟ لكن لين بيقول له: يا سمباي، انت قلت حاجات كتير دلوقتي وكشفت خدع قسم الانضباط، من المؤكد انك مش عايز تشوفني بس وانا بخلي نفسي اضحوكه مش كده؟ بيقول له سونج: ذكي، كلامي معاك ما راحش على الفاضي. هل بتعرف تطبخ يا ولد؟ بيتصدم ليه من السؤال، وبيفتكر ساعتها فيديوهات الطبخ البسيطه اللي اتفرج عليها في حياته القديمه، وبيقول له باحراج: يعني ممكن شويه. وبيقول في نفسه: على الرغم من اني ما شفتش غير دروس الطبخ العابره اثناء ما كنت بتفرج على الفيديوهات، وما جربتش بنفسي ابدا. بيقول له سونج: طالما انك بتقدر تطبخ فمعاييري مش عاليه، انا هساعدك في التعامل مع المجموعه اللي بره دي واضمن لك انك مش هتخسر نقطه واحده، لكن لازم تعمل لي معروف صغير. انا كان نفسي اكل فراخ من فتره كبيره. وبيمسك الفرخه اللي هجمت عليه ساعتها وبيقول له: استخدم دي عشان تعمل لي شويه. فبيشاور لينا على نفسه بصدمه وبيقول له: انا اللي المفروض اعمله؟ بيقول له سونج: انت محاصر هنا على اي حال، انا هدي لك اختيارين تختار بينهم، اما انك تفتح الباب وتخرج عشان تاخد عقابك وتخسر نقطك، او انك تفضل هنا وتعمل لي الفراخ وانا هظبط كل حاجه عشانك. بيقول له لين فورا: طب خلاص انا هعمل لك الفراخ. فبيقول له سونج بتهديد: خلينا نوضح ده الاول، انت بتعمل لي الفراخ من نفسك، انا ما اجبرتكش على الاطلاق مش كده؟ بيقول له لين وهو بيبتسم لكنه بينهار من جواه: ايوه مفيش مشكله، الموضوع تطوعي تماما من ناحيتي. وبيقول في نفسه بعدها: انا حاسس باحساس مش كويس. بيشاور له سونج على اوضه وبيقول له: ماشي، استخبى في الاوضه الاول وما تعملش اي صوت، انا هتعامل مع المجموعه اللي بره دي. فبيقول له لين: فهمت، شكرا جزيلا ليك يا سمباي. وبيتحرك ناحيه الاوضه بسرعه، وفي نفس الوقت بيروح سونج يفتح الباب وهو ماسك الفرخه. ومجرد ما بيفتح بيقول: هو مش ده رئيس طلاب السنه الثانيه صاحب المناصب المتعدده ونجم قسم الانضباط الناشئ تشين يو؟ هو انت مش نايم في نص الليل وبتجيب رجالتك لقسم اللوجستيات بتاعي؟ انت جعان وبتحاول تاخد وجبه مجانيه هنا ولا ايه؟ بيرفع تشين يو نضارته وبيقول له: اثناء دوريتنا لقينا الحيوان الاليف المحبوب بتاع المدير بيتصرف بشكل غريب، خفنا يكون في حد اقتحم المكان وعمل حادثه، وعشان كده جينا مخصوص عشان نتحقق. بيبص على الفرخه اللي في ايد سونج بعدها وبيكمل بالكلام عن الموضوع ده: هو الوزير سونج لسه بيلعب بالحاجات التافهه دي في وقت متاخر بالليل؟ بيبتسم سونج وبيقول له: اوه، طب هل اكتشفتوا سبب السلوك الغريب ده؟ اوعى تقول لي ان عندك وقت فراغ عشان تتدخل في شؤوني وانت مش عارف تتصرف كويس مع شؤونك الخاصه اصلا. فبيتعصب هانسين وبيقول له: قسم اللوجستيات موجود تحت سلطه الاكاديميه، وقسم الانضباط عنده الصلاحيه للقيام بدوريات وتفتيش اي مخالفات في كل انحاء الاكاديميه. احنا بنشتبه في وجود طالب مستجد بيظهر بره، والوزير سونج ما عندوش الحق في منع تفتيشنا. بيقول له سونج بنفس الابتسامه المخيفه: انا بتكلم مع تشين يو، هل جه دورك للمقاطعه يا مجرد تابع وضيع في قسم الانضباط؟ وبيكمل: انتوا اضرب اللي اعضاء قسم الانضباط بيعملوه عاده في الخفاء، ازعجوني مره تانية وهقدم تقرير تاديب مباشر للمدير بتهمه تعديكوا على قسم اللوجستيات. بيتعصب هانسين وبيكون لسه هيرد، لكن تشين يو بيوقفه وبيقول لسونج: سونج جون لانج، الحاجه الوحيده اللي انت شاطر فيها هو انك تتحامى في المدير عشان تضغط على الباقيين. مين في اكاديميه الفجر كلها مش عارف ان تقييم قوتك الشامله ما وصلش حتى للرتبه سي؟ لولا ان المدير عينك شخصيا ما كنتش هتبقى مؤهل لدخول السنه الثانيه بقوتك دي حتى، ناهيك عن انك تبقى وزير، مجرد موظف قوته مش لايقه على منصبه. بلاش تستخدم قوانين المدرسه عشان تعلمنا ازاي نعمل شغلنا. وفي الوقت ده كان لين بيتابع اللي بيحصل وهو مستخبي وبيقول في نفسه: اللي اسمه تشين يو ده شكله عدواني جدا ناحيه السمباي سونج، اما بالنسبه للسمباي سونج فقوته ما وصلتش للرتبه سي حتى، ومع ذلك فهو وزير عينه المدير شخصيا. هو مين الراجل ده بالظبط؟ وبيكمل في نفسه: هما مش هيشتبكوا مش كده؟ وفجاه بيضحك سونج وبيقول له: تشين يو، انت عارف اني هنا بفضل معارفي، ومع ذلك لسه بتجرؤ على استفزازي، من الواضح انك مش بالذكاء اللي الناس بتقول عليه. وبينفعل هانسي مره تانية وبيقول له: يا وزير سونج، حتى لو كانت علاقتك بالمدير كويسه فانت ما ينفعش تتجاهل قوانين المدرسه بشكل علني. تفتيشات قسم الانضباط هي سلطه رسميه اديتها الاكاديميه، ومالكش الحق في اعتراض طريقنا. بس فجاه في نفس اللحظه بيوصل اتصال لتشين يو من رئيس مجلس الطلاب، فبيرد فورا وبيقول له رئيس المجلس: العقل الذكي بلغني انك اتوجهت لقسم اللوجستيات عشان تفتشه يا تشين يو، ارجع فورا وبلاش تزعج الوزير سونج. بيقول له تشين يو بانفعال: ليه؟ احنا بنتاكد بس من وجود اي مخالفات. وبيقول في نفسه بغضب: يعني بعد ما اخيرا لقيت فرصه لاستفزاز سونج جون لانج واثاره غضبه؟ وبيرد هانسين على رئيس المجلس بانفعال بعدها وبيقول له: ايوه ده حقيقي يا ريس، ما ينفعش تكون منحاز بالشكل ده. وبيقول في نفسه: افرض الطالب المستجد ده كان بيستخبى في قسم اللوجستيات في السر، انا لسه ما وصلتلوش، يبقى ازاي همشي دلوقتي؟ بس فجاه ملامح ونبره رئيس المجلس بتتحول وبيقول له: اسمع كويس، المدير
بل الأكاديمية كلها مديونة للوزير سونج بمعروف كبير، وعشان كده مهما الوزير سونج عمل طالما مش بيمثل المصالح الجوهرية للأكاديمية يبقى مفيش حق لأي حد بإنه يتدخل. فبيتعصب تشين يو وبيقول له اللعنة، إحنا هنمشي. بيبص له هان بصدمة وبيقول له إيه؟ هيكسب كده بكل بساطة؟ لكن تشين يو بيمشي من غير ما يرد، وفجأة بيقف وبيقول له خلي بالك من اللي ممكن يجي لك من وراك يا وزير سونج. لكن سونج بيبتسم بثقة وبيقول له أنا هعيد لك الجملة، خلي بالك أنت من طعن في ظهرك. وبيرجع سونج عند لين فبيقول له لين أنا آسف لإني ورطتك معايا النهارده أيها الوزير سونج. وبيقول في نفسه كانوا بيتكلموا بحدة كبيرة، هل الأكاديمية والمدير مديونين بمعروف للطالب ده فعلا؟ بيحط سونج إيده على كتفه وبيقول له أنت بتبالغ في التفكير، مفيش علاقة ليك بالموضوع ده، أنا وهو ما اتفقناش ولا يوم من الأيام، فهو كان عايز يفتش المكان ده بس عشان يضايقني في الغالب. وبيقول له بعدها يلا بينا روح اعمل لي الفراخ. فبيقول له لين حاضر. وبيقول في نفسه هو عاوز ياكل الفراخ للدرجة دي فعلا؟ وبيقول بعدها عشان بس تكون عارف أنا مش ضامن إن الطعم يكون حلو. لكن سونج بيقول له أيوه ما تقلقش، المهم إنه يستوي. وبيبدأ لين في تجهيز الفراخ وبيولع النار بعدها وبيبدأ يسويها، وبيقعد قصاد النار وهو ماسك كوباية فيها مشروب دافي وبيقول في نفسه دي المرة الأولى اللي حس فيها بالراحة من ساعة ما اتجريت للأكاديمية دي. وبعد ساعتين بتظهر ريحة شهية بتملى المكان، فبيبص لينا على الفراخ وبيقول في نفسه دي المرة الأولى اللي أطبخ فيها والنتيجة شكلها ناجحة تماما على الأقل، مين عارف ممكن يكون عندي موهبة حقيقية عشان أبقى طباخ. وبيبص سونج على الفراخ هو كمان وبيقول له مش وحش يا ولد، شكله شهي جدا. وبيقطع حتة وبيديها له وهو بيقول له اتفضل دي ليك. فبياخدها وبيقول له طب وانت مش هتاكل يا وزير سونج؟ بيرد سونج ازاي ممكن لزمير اكبر انه يسرق الاكل من حد اصغر منه؟ كل انت اللقمه الاول، فهي من حق الطباخ. فبيبتسم لينو وبيقول له طب خلاص يبقى مش هتكلف رسميات، في الحقيقه انا لسه ما اتعشتش. وبياخد قطمه بعدها فبيقول له سونج ايه رايك؟ حاسس بايه؟ بيرد لين باستمتاع ده لذيذ، اللحم طري وما فيهوش ريحه زفره وفي نكهه حليبيه خفيفه، انا ما دقتش فراخ بالحلاوه دي قبل كده. لكن سونج بيقول له لا انا بسالك انت حاسس ايه دلوقتي؟ فبيكمل لين اكله وبيقول له ايه جسمي انا ليه حاسس وفجاه مش بيقدر يكمل وبيمسك بطنه وهو بيقول في نفسه وجع، انا حاسس وكأن معدتي بتتحرق، احشائي بتدوب. فبيقف سونج يتفرج عليه وبيقول له هل بيوجعك جامد يا صغير؟ هل حاسس باي حاجه تانية غير الوجع؟ اتحمل شويه، ده كله هيخلص مجرد ما تتجاوز المرحله دي. فبيقول لين في نفسه مش غريب انك ما اكلتش منه، العين ده عملها عن قصد، في حاجه في الفرخه دي. وبيفضل نايم على الارض ومش بيقدر يتحرك بسبب الوجع. وبيقول في نفسه ده مؤلم جدا، الوجع بيتدفق من خلال دم لجسمي بالكامل كأن في نار مولعه جوايا، عذاب لا يطاق. لكني مع الألم ده حاسس بقوة غريبة ما حسيتهاش قبل كده ماشية في عروقي. وأثناء ده كان سونج ماسك ورقة مكتوب فيها السلالة دجاجة عجينة متزوجة بالتحديد رقم 3، الوزن 18 رطل، تقييم السلامة يحتوي التسلسل الجيني على عدة عوامل تنشيط كامنة، مادة غير سامة واستهلاكها بيعزز القدرات البدنية الأساسية بشكل ملحوظ، الآثار الجانبية رد فعل رفض شديد خلال مرحلة التنشيط الكامن، الفوائد بعد الاستهلاك سيتم التأكيد بعد الاستيقاظ. فبيقول سونج حتى بعد أجيال من التحجين لسه رد فعل الرفض قوي، لازم استمر في التحسين. وبيبص على لين اللي كان نايم على الارض وعليه غطا وبيقول اما بالنسبه للفوائد فانا هستنى لحد ما يصحى عشان اتاكد منها. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده.